السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب في كل مكان، ازيكم يا رب تكونوا بخير، إن شاء الله النهارده هنراجع اليوم التاني في ليالي الامتحان. زي ما اتفقنا أول يوم إحنا الحمد لله خلصنا الباب الأولاني والتاني، والنهارده إن شاء الله يعني المفروض إن أنت خارج من مجموعة أو خارج من المجموعة بتاعتك أيًا كان أنت كنت فين في أي سنتر، المفروض إن أنت مراجع الباب الأولاني والتاني وحالل عليهم تقريبًا فيما يقرب من 400 500 سؤال، فالمفروض النهارده إن شاء الله بعون الله إن إحنا نبدأ نشتغل الباب التاني أو الباب التالت والرابع بإذن الله مع بعض، ويعني المفروض إن الحصة بتاعة النهارده دي أهم حصة موجودة في ال3 ليالي بالذات. لان اكتر جزء بييجي في الامتحان هو الباب الثالث، فانت لازم تركز معايا قوي في الفتره اللي جايه دي. ويلا يا باشا كوبايتك الشاي بتاعتك الجميله ويلا نبتدي على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثالث بيتكلم على حاجه اسمها الحث الكهرومغناطيسي. طيب قبل ما نشتغل يعني ايه كلمه حث كهرومغناطيسي ونتكلم في كل حاجه من دي، المفروض انك طالع من الباب الثاني عندك مبدا مهم جدا، ان كان اي حاجه من اي نوع المفروض ان هي يمر فيها تيار بيتولد عنها مجال مغناطيسي اللي هو كنا بنسميه ايه البي او كثافه الفيض. طيب يعني مثلا ايه يا مستر؟ يعني لو انا معايا مثلا سلك زي ده يا اولاد، والسلك ده انا مررت فيه تيار كهربي، الطبيعي اللي كان اللي بيحصل ان كان السلك ده بحكم ان انت عارف انه بيمر فيه تيار، فكنا بنعامله معاملات المغناطيس، فما ان التيار رايح الناحيه دي فهنا هيبقى فيه اكسات وهنا نقط باستخدام مين؟ قاعده اميل اليد اليمنى. ايه بقى القصه بتاعت الباب الثالث اللي هنتكلم عليها؟ اولا الباب الثالث عشان تعرف تلمه هو بيتكون تقريبا من 7 اي ام اف. تعالى بقى نمسكهم واحده واحده كده. الاول افصصهم لك. ايه ام افاتك دي؟ الاي ام افات اللي بتاعتك اللي موجوده، اول حاجه هي اي ام اف بتاعت فاراداي. مين فاراداي؟ فاراداي ده العالم اللي عمل تقريبا كل المفاتيح بتاعت حل الباب الثالث. طيب بعد فاراداي هتاخد حاجه اسمها الحث في سلك مستقيم او الاي ام اف المتردده في سلك مستقيم. بعد كده عندك اي ام اف اللي في فاراداي خلاص، السلك المستقيم خلاص. بعد كده عندك حاجه اسمها الحث المتبادل بين ملفين. بعد الحث المتبادل في حاجه اسمها الحث الذاتي. بعد الحث الذاتي المفروض ان شاء الله ان في حاجه اسمها الدينامو، وده اللي هياخد مننا وقت شويه في شرحه لان هو رخم شويتين. بعد الدينامو ان شاء الله هتروح لحاجه اسمها المحول الكهربي، والمفروض ان انت كمان هتقابل في الاخر حاجه اسمها الموتور. ده ملخص الباب الثالث سريعا كده. هنتكلم في ايه؟ تعالى بقى بسم الله كده نمسك اول حاجه وهو قانون فاراداي. فاراداي عمل ايه عموما في المطلق عشان تبقى انت فاهم؟ فاراداي كان في عالم في الباب الثاني اسمه اورستد ده كان بيقول لك ان انا لو عندي ملف بالمنظر ده وانا مررت فيه تيار بالمنظر ده، المفروض ان هو كان بينشا عنه المجال المغناطيسي. حضرتك ايدك اليمين تيارك طالع لفوق يبقى المجال رايح كده، كان يدي لك مغناطيس هنا الان بتاعته وهنا الاس بتاعته، لان دايما المجال بيشاور على اتجاه القطب الشمالي. ده كان كلام مين يا عم الحاج؟ ده كان كلام الاستاذ اورستد. تمام كده؟ اما بقى جه فاراداي وقال حاجه تانية خالص، قال لهم انا لو جبت ملف والملف بتاعي ده انا ما مررتش فيه تيار بس جبت مغناطيس جنبه بالمنظر ده، وبدات ان انا امسك المغناطيس بتاعي واقربه كده، امسك المغناطيس اقربه او ابعده، ساعتها يا جماعه المجال المغناطيسي كده كده بيطلع مجال مغناطيسي، بس عشان يتولد تيار مستحث في هذا الملف لازم يكون في مجال مغناطيسي متغير. يعني ايه متغير؟ يعني حضرتك لازم تحس ان في مجال بيزيد مجال بيقل وهكذا. طيب اللي جه بقى فسر قانون فاراداي وبدا يقول له التيار المستحث ده ماشي ازاي كان قاعده تسمى قاعده لينز. اللينز ده كان بيعمل ايه شغلته في الحياه؟ كان بيعاكس التغير. يعني ايه؟ يعني مثلا هناخد الاتجاه الاول. اي اي ام اف هندرسها غالبا بيكون لها مقدار وغالبا بيكون لها اتجاه. تعال نفترض فرضيه بسيطه خالص كده ان احنا معانا ملف بالمنظر ده. تمام كده يا اولاد؟ والملف ده ما بيمرش فيه تيار ووصلناه مثلا بجلفانومتر بالمنظر ده. حلو. ورحنا جبنا مغناطيس حطيناه جنبه كده ابو ان واس. دي حاله. الحاله الثانيه انا جبت مغناطيس بالمنظر ده وحطينا جنبه نفس الكلام او علقنا عليه جلفانومتر وحطينا معاه المغناطيس اللي هو ان ومين واس. انت يا استاذ عندك حاله من اتنين، يا اما انا همسك المغناطيس ده وهقربه من الملف، يا اما همسك المغناطيس ده وابعده عن مين؟ عن الملف. تعال نفترض ان المغناطيس بتاعنا ده يا اولاد بيقرب من الملف. اي مغناطيس بيقرب من الملف يقول له ابعد، لان شغلانه لينز يعاكس. يعني في الحاله دي هتلاقي في عمليه تنافر بتحصل، وطالما في تنافر يبقى في اقطاب متشابهه تبقى جنب بعضها. يعني الاس ده تحط جنبه اس وانت مغمض، يبقى لو هنا اس يبقى الناحيه الثانيه مين؟ ان. العكس الناحيه الثانيه، لو انا مثلا على سبيل المثال حبيت اسالك هنا المغناطيس ماله؟ بيبعد، فتاكد ان لازم يحصل عمليه اسمها عمليه ايه؟ تجاذب. طب التجاذب ده هنعمل ايه؟ اقطاب مختلفه. فهمنا اكتر يا مستر. هنا الاس
جنب الملف تقوم حاطط جنبه ان وهنا اس. ليه بقى؟ عشان الان لما يبقى جنب الاس يعمل عمليه تجاذب، ولما الاس يكون عمليه جنب الاس يعمل عمليه ايه؟ تنافر. ففي الحالات اللي زي دي انت حددت الاقطاب، ترجع بقى للباب الثاني اللي كان بيحدد الكلام ده، كان عمك امبير. بتطلع ايدك اليمين وتخلي الصباع بتاع الابهام ده مع المجال. يعني مثلا في الرسمه الاولانيه اللي ايدينا اليمين دي، المجال او الان رايح كده، يبقى التيار اوتوماتيك نازل لاسفل. يبقى انا بالنسبه لي لما اجي اشوف التيار هنا اهو الاقي التيار نازل لاسفل كده. طيب الناحيه الثانيه هنخلي صباعنا ده مع مين؟ مع المجال. ادي الان فده طالع لفوق، فالمفروض ان انا هيبقى التيار ماله؟ طالع لاعلى بالمنظر ده. ده بالنسبه للحاله الاولى بتاعت لينز، وده بالنسبه للحاله الثانيه بتاعت لينز. لينز عنده كمان نقطه او عنده كمان نقطتين بالظبط. ايه هما؟ ان فرضا انا معايا ملف ما بيمرش فيه تيار، وحطيت جنبه سلك بيمر فيه تيار بالمنظر ده. نفس الكلام، جبت هنا سلك مررت فيه تيار وحطيت هنا جنبه ملف. هل ممكن اللي ما بيمرش فيه تيار ده يمر فيه تيار؟ طبعا. امتى بقى؟ احنا اتفقنا ان انت عشان تشتغل في الباب ده لازم يكون في مجال مغناطيسي متغير. كده كده التيار او السلك ده بيمر فيه تيار، وده كمان بيمر فيه تيار. فالاستاذ ده مطلع مجال مغناطيسي، والاستاذ ده كمان مطلع مجال مغناطيسي. لو اشتغلنا بايدينا اليمين التيار طالع لفوق، يبقى على يمينك اكسات، يبقى هنا بالنسبه لي في اكسات بالمنظر ده. والتاني نفس الكلام، هنا اكسات بالمنظر ده. طيب بس هل المجال المغناطيسي ده يا اولاد متغير؟ لا، ثابت طبعا عشان التيار ثابت. لو انا بقى بدات مثلا ارفع التيار، اللي هو بمعنى اصح انك تزود المجال، ساعتها لينز يعاكس. طب يعني يعمل ايه؟ لو المجال بيزيد اوتوماتيك كده على طول، الاستاذ لينز يقول لك ايه؟ انا ما يرضينيش الكلام ده. امال انت عايز ايه؟ قلل لي المجال. طب عشان اقلل المجال اعمل ايه؟ اعمل مجال عكس المجال اللي كان موجود. يعني المجال اللي كان موجود كان عباره عن ايه؟ اكس. تقوم انت عامله نقطه. حضرتك اللي فكر دائما وابدا، اللي بيفكر لينز بس اللي بيطبق امبير، صباعك ده مع المجال، المجال للخارج، يبقى التيار بيدور عكس عقارب الساعه. تعال نشوف الناحيه الثانيه. لو انا جيت وقللت التيار، لو التيار قل اوتوماتيك ان المجال ماله؟ يقل. فلينز يعاكس برضه. طيب الاستاذ لينز هيعمل ايه؟ يقول لك زود لي انت المجال بقى. عشان ازود المجال اعمل نفس المجال اللي كان موجود. المجال اللي كان موجود اكسات، يبقى انا اعمل كمان ايه؟ اكس زيه. ادى الاكس، يبقى التيار المره دي بيلف ماله؟ مع عقارب الساعه. كده انت فرمت الحته بتاعت الاتجاه. ده بالنسبه للمطلق في الاتجاه. طيب خلصنا الاتجاه، نخش على المقدار. الاي ام اف بتاعتك بتاعت فاراداي دي بقى بتساوي ايه؟ قال لك بتساوي سالب ان دلتا فاي ام على الدلتا تي. ملحوظه مهمه جدا اتكررت جدا او اتكررت كتير قوي في موضوع النماذج الاسترشاديه. الاي ام اف بتاعت فاراداي بتتوقف على ايه؟ قال لك في المطلق هي بتتوقف على 3 حاجات. اول حاجه عدد اللفات، تاني حاجه التغير في الفيض القاطع لهذا الملف، تالت حاجه السرعه. كل دول المفروض ان هم طردي. الان طردي، الدلتا فاي على الدلتا تي طردي، والسرعه كمان طردي. يعني انت لو زودت سرعه المغناطيس اللي بتحرك بيه المغناطيس بتاعك ناحيه الملف، ساعتها الاي ام اف كمان مالها؟ تزيد. يبقى خلي بالك دي العوامل اللي بتوقف عليها مين؟ الاي ام اف. طيب الاي ام اف تساوي ان دلتا فاي على دلتا تي. قال لك التغير في الفيض اللي هو الفاي ام ده او الدلتا فاي ام عباره عن 4 انواع من انواع التغير. يا اما التغير في الفيض نفسه فبنسميه دلتا فاي، فساعتها انت بتفك الدلتا فاي بتاعتك دي لفاي الجديده ناقص فاي القديمه. يا اما التغير بيكون في كثافه الفيض، فساعتها القانون بتاعك بتفك الفاي لمين؟ لايه اللي هو المساحه، افتح قوس بي الجديده ناقص بي القديمه. يا اما حضرتك التغير بتاع حضرتك هيكون في المساحه، فساعتها البي في ايه الجديده ناقص القديمه. يا اما ساعتها التغير في الزاويه، فساعتها هتفكها ازاي؟ اقول لك يا سيدي، هتفكها لبي في ايه افتح قوس ساين سيتا الجديده ناقص ساين سيتا القديمه، وتشتغل على مين؟ طبعا كل الكلام ده هيتفك. انا بفك مين يا اولاد؟ بفك الدلتا فاي بس، فالدلتا تي موجوده في المقام في كل حاجه. ملحوظه في الحته دي عشان هتقابلك بعدين. اي قوه دفعه كهربيه متوسطه هياها قانون فاراداي. خليك عارف النقطه دي عشان الموضوع ده مهم قوي. يعني اجي اقول لك احسب القوه الدفعه الكهربائيه المتوسطه في الدينامو مثلا، تروح تجيب لي فاراداي اللي هو القانون بتاعنا اللي هو مين؟
اللي هو ان الاي ام اف بتساوي مين؟ ان دلتا فاي على الدلتا تي. تعال نراجع الكلام ده بقى ايه من الايه مخطط بتاعنا. المفروض ان الاي ام اف بتاعتك او الاي ام اف بتاعتنا هي مين؟ هي قانون فاراداي، وده بيكون في ملف واحد، والقانون بتاعك زي ما انت شايف سالب ان دلتا فاي على الدلتا تي. والسالب قلنا هو اتباعا لقاعده لينز اللي اشتغلنا عليها من شويه. هنرجع تاني للسلك كمان شويه، بس تعالى ناخد الايه الحاجات المهمه الخاصه بالفاي ام. الدلتا فاي ام قال لك ان هي ممكن تكون عباره عن حاجه من 3 غير الاصل، او حاجه من 4 غير الاصل. فده كان الاصل بتاعنا اللي هو التغير في الفيض نفسه. وده لما بيجي لك كلمه ويبر طبعا يقول لك تغير الفيض من كذا ويبر لكذا ويبر. ده لما يقول لك تغير الفيض من كذا تسلا لكذا تسلا وهكذا. طب بس انا هنا قال لك التغير ممكن يكون في المساحه، وممكن يكون في الكثافه، ممكن يكون في الزاويه. وغالبا عشان كلامك يبقى صح وانت بتحل عشان الاشارات، نصيحه: اطرح المساحه الجديده ناقص المساحه القديمه، اطرح البي الجديده ناقص البي القديمه، وهكذا. طيب لو بصينا هنا كده مثلا الراجل هنا بيوضح لك الحته بتاعت لو انت عندك تغير في الفيض. فينا بقى حالات خاصه مهمه قوي. قال لك ودي حاجات عشان لو انت بتستخدم. قال لك الدايره لو في وضع ابتدائي ووضع نهائي. يعني ايه؟ يعني مثلا انا كان معايا ملف وهيبدا يدور باوضاع مختلفه، وهنا يعني بنقول عليه التغير في السيتا بمعنى اصح. ويستحسن مالكش دعوه بدي خالص، خليك شغال بالسيتا وخلاص عشان دي عاليه شويه. طيب انا بقى لو احيانا لو انا عندي الكيو او عايز الكيو، اوعى تنسى القانون ده هو بقى جه منين. تعال اقول لك. المفروض ان في العادي الاي ام اف بتساوي ان دلتا فاي على الدلتا تي. انا بعلمك عشان لو انت احترت يعني. الاي ام اف دي عباره عن اي في ار بتساوي ان دلتا فاي على الدلتا تي. فك لي الاي دي، الاي هتتفك لكيو على التي في الار بتساوي ان دلتا فاي على الدلتا تي. تقوم الدلتا تي تروح مع الدلتا تي، لان الزمن يا جماعه اللي بيتولد فيه القوه الدفع الكهربائيه المستحثه هو الزمن اللي اتولد فيه التيار. وبالتالي هتلاقي الكيو في الار بتساوي ان دلتا فاي، اللي هو القانون اللي قدامنا ده، ان دلتا فاي بتساوي كيو في الار، حيث الكيو هي كميه الشحنه الكهربائيه بتاعت الباب الاولاني، والار هي مين؟ المقاومه. المفروض دلوقتي ان هو الراجل بيشرح لك لينز اللي انا لسه قايل لك تقريب او ابعاد او هكذا. خلاص كده. ده بالنسبه لي اول قوه دفع كهربيه اللي هي كان بالنسبه لي اي ام اف بتاعت مين؟ بتاعت لينز او بتاعت فاراداي. نخش على الجزء اللي بعده هو الاي ام اف المتولده فين؟ في سلك مستقيم. الاي ام اف بتاعتك اللي بتتولد في سلك مستقيم دي ايه قصتها بقى؟ شوف يا سيدي، انا في العادي في الباب اللي فات كنت بجيب سلك امرر فيه تيار ينشا عنه ايه؟ مجال مغناطيسي بالمنظر ده. حلو كده. لو انا خدت السلك بتاعي اللي بيمر فيه تيار وحطيته داخل مجال مغناطيسي خارجي، يعني خارجي يعني جبت له مثلا مجال من بره عباره عن اكسات كده، تمام؟ المفروض ان السلك ليه مجال. لو رجعنا كان كده السلك ليه مجال، مجاله عباره عن ايه؟ سلكك طياره طالع لفوق، يبقى على يمينك اكسات، على شمالك نقط، يبقى هنا في منطقه جمع وهنا في منطقه طرح. فكان السلك بيتاثر بقوه مغناطيسيه اللي كنا بنقول عليها في البيت التاني اسمها بي اي ال ساين الثيتا. جميل؟ جميل يا مستر. طب المفروض دلوقتي ان انا عايز اخرج من الحته دي. طب لو انا يا مستر جبت سلك وحطيته في مجال مغناطيسي ولكن انا ما اديتلوش تيار، هل ممكن يتولد فيه تيار؟ الاجابه طبعا نعم. ليه بقى؟ لان انا ممكن اقوم قايل لك انا همسك السلك ده واحركه بحيث يقطع خطوط المجال، يعني مثلا احركه لفوق، احركه لتحت كده يعني. فكان ساعتها يتولد اي ام اف وتيار مستحث في هذا السلك. ملحوظه: اي حاجه هيتولد فيها تيار مستحث تعامل معامله البطاريه. يعني ايه بقى يا استاذ؟ يعني المفروض ان انا لو انا قلت لك مثلا انا عايز اعرف السلك ده خلاص اتولد ولا ما اتولدش، هيتولد طالما بيقطع. هنستخدم طبعا قاعده اسمها فليمنج لليد اليمنى. يبقى عشان اعرف اتجاه التيار في ملف كنا بنسال لينز. حلو كده. وعشان اعرف اتجاه التيار في سلك بسال فيلمنج لليد اليمنى. طبق لي كده. انا لسه مدين لك سلك كده محطوط في مجال كده، حركناه كده. المفروض دلوقتي ان انا لما اجي اشتغل اطلع ايدي اليمين، ده كان حركه، ده كان مجال، ده كان تيار. المجال للداخل، التيار او الحركه بتاعتك طالعه الاعلى، اذا التيار هيمشي في هذا الاتجاه. هنفترض بقى يا استاذ ان دي اسمها نقطه بي
ونقطه اسمها ايه. لما اسالك بقى، ودي حته بتيجي في الامتحانات وجت في امتحان 23 و22، اسالك مين في دول اعلى في الجهد، ساعتها يا جماعه احنا لسه قايلين ان هذا السلك يعامل معامله البطاريه، والتيار بيروح من الجهد الاقل للجهد الاعلى داخل البطاريه. يعني بالنسبه لي كده الجهد بتاع ايه اكبر من الجهد بتاع بي. حلو قوي الكلام ده. طيب ايه القانون يا مستر؟ قال لك الاي ام اف بتساوي سالب بي ال في ساين الثيتا. البي واحنا عارفين ان هي كثافه الفيض اللي محطوط فيها السلك، ال هي طول الجزء المعرض للمجال، والمفروض ان الفي هي السرعه، والثيتا هي الزاويه بين اتجاه الحركه والمجال، او بين السرعه والمجال. حط لي هنا فيها تحتها 30 خط. الثيتا دي يا محترم، الثيتا دي ما هياش خالص الثيتا بين السلك والمجال، لان انا ممكن يا جماعه اكون حاطط سلك جوه المجال وما بيتولدش في تيار مستحث. ليه؟ لانه لما بيتحرك موازي او ما بيتحركش اصلا. يبقى انت عشان يتولد عموما تيار مستحث في اي حاجه لازم يكون في تغير، والتغير ده ماشي بناء على ايه؟ طبعا بناء على الحركه. حلو قوي. تعالى بس نراجع الكلمتين دول من هنا تاني. قال لك اهو لو انا عندي سلك مستقيم الاي ام اف بتاعتك بتساوي البي اللي في ساين الثيتا. هنا الزاويه المحصوره بين حركه السلك والمجال، ودي غلطه، اسمها حركه السلك والمجال وليس بين السلك والمجال. حلو كده؟ طيب قال لك هنا احيانا انت بيجي لك سؤال يقول لك لا نلاحظ ان احد طرفي السلك المثبت سرعته بتساوي صفر، اللي هو مثلا زي في الحته اللي قدامنا دي، تمام؟ اما الطرف الاخر يتحرك بسرعه اسمها في. يعني انا بالنسبه لي الطرف الاخر ده هو اللي بيتحرك بسرعه في حوالين دايره كده. فساعتها لو هناخد السرعه المتوسطه هنقول له ايه؟ الفي داش هتساوي ده ليه سرعه وده ليه سرعه وده ملوش سرعه، يبقى في زائد 2 يبقى نص في. يبقى ساعتها بنشتغل يا جماعه لو انا عندي، ودي حته من مهمه قوي، لو قال لك انا عندي حته صاج بتلف في عقارب الساعه وعكس عقارب الساعه، انت بتاخد نص السرعه مش السرعه كلها، اللي هو السرعه المتوسطه، ما بتجيش كتير بس خليك عارفها. خلاص كده؟ ده الاي ام اف رقم 2. خلاص طبعا الكلام ده هنشوفه احنا بنحل كمان شويه في الاسئله بتاعتنا. طيب نخش على الاي ام اف رقم 3 وهي الحث المتبادل. الحث المتبادل بتاع حضرتك قصته ايه؟ قال لك حضرتك انت في المطلق بتروح تجيب ملف بالمنظر ده، وهنسميه مثلا ملف ثانوي، وملف تاني بالمنظر ده، وده بيكون عنده حاجه من 3: عنده بطاريه، عنده ريوستات، عنده مفتاح كي. حلو كده؟ ده هنسميه ملف ابتدائي، وده هنسميه ملف ثانوي. اللي بيحصل كالتالي: المفروض دلوقتي ان الاي ام اف بتاعتنا اللي بتتولد هتتولد ازاي؟ لو انا فرضا افترضت ان انا معايا دلوقتي ده ملف ابتدائي، عشان يتولد في الملف الثانوي انت لازم تعمل التغير في الملف الابتدائي. فواحد يقول لي اشمعنى الملف الابتدائي؟ اصل بص الملف الثاني ما فيهوش حاجه، يعني لازم يكون في تغير في المطلق انت لازم تكون فاهمه. طب بص بقى، لو انا مثلا على سبيل المثال قلت لك انا هعمل شويه حاجات في الملف اللي على ايدي الشمال ده اللي هو الملف الابتدائي. ايه الحاجات دي؟ بص، في الاسئله اللي زي دي اي حاجه بتحصل في الملف الابتدائي فيتولد في الثانوي. تعالى بقى نشوف الحالتين بتوعنا. لو انا مثلا عملت اي حاجه من اللي بتزود المجال، وعملت حاجات بتقلل المجال، قول لي بقى لو انا مثلا على سبيل المثال ايه الحاجات اللي ممكن تزود المجال؟ ان انا ازود التيار. طب والتيار عشان يزيد اعمل ايه؟ اعمل غلق للمفتاح، او ان انا اقلل الريوستات، او ان انا اعمل حاجه اسمها تقريب الملفين من بعض. الحاجات دي يا جماعه كلها بتعمل حاجه اسمها زياده الايه؟ المجال. طب ايه الحاجات اللي ممكن تقلل المجال هنا؟ ان انا امسك التيار واقلله، او ان انا اعمل فتح للمفتاح، او ان انا امسك الريوستات وازوده، او اعمل ابعاد الملفين عن بعض. تعالى بقى نشوف القصه اللي هتحصل. ايه اللي هيحصل؟ بص يا سيدي، اول ما انا هزود المجال لينز شغلته في الحياه يعاكس التغير. يعني ايه؟ لو المجال كان بيزيد لينز اوتوماتيك يقلله. هقول لك يقلله ازاي. ولو المجال كان بيقل لينز اوتوماتيك يزوده. قول لي بقى هيعمل ده ازاي؟ شوف بقى، لينز يقلله يعني يعمل قوه دفعه كهربائيه مستحثه نوعها عكسيه. لينز يزوده يعني يعمل ايه ام اف نوعها
طرديه. فاهمني بقى يا مستر؟ يعني ايه عكسيه ويعني ايه طرديه؟ العكسيه هو انك هتعمل في الملف الثانوي تيار عكس الابتدائي. يعني انت عشان تحكم على الثانوي لازم تشوف الابتدائي ايه وضعه، ايه حاله. الناحيه الثانيه هتعمل في الملف الثانوي تيار نفس الابتدائي. تعالى بقى نطلع فوق كده ونشوف. يعني مثلا هنفترض ان انا هنا بزود التيار، ان انا بزود المجال. فلما ازود المجال تلاقي لينز يقلله. مبدئيا التيار بتاعك كان ماشي كده، فالتيار كله كان طالع لاعلى. ده تيار مين؟ الابتدائي. انا عايز بقى اشوف اللي هيتولد في الثانوي. اوتوماتيك انت لو بتزود هو يقلل، فتلاقيه عمل لك تيار مستحث عكس التيار اللي كان موجود هنا على طول. يبقى انت بتحكم على الثانوي منين يا اولاد؟ من الابتدائي زي ما انت شايف كده. حلو قوي الكلام ده. القانون بتاعك كان عباره عن ايه؟ القانون بتاعي كان عباره عن الاي ام اف بتاعتي اللي بتتولد في الملف الثانوي. السبب فيها التغير في التيار في الملف الابتدائي. وهنا كان عندي حاجه اسمها سالب ام. ام دي اسمها معامل الحث المتبادل. ومعامل الحث المتبادل ده كان ليه قانون لازم تحفظه عشان ده مش موجود في كتاب المفاهيم. عباره عن ميو في A في N في N على ال. حلو كده. اي بقى حاجه هي المفروض ان هي ميو في A في N1 في N2 على ال بتاعت الاولاني، بس المساحه دي بتاعت التاني. فهي عباره عن كانت ميو N1 N2 في A2 على L1. خلي بالك من القانون ده عشان ده كان اسمه المعامل الحث الايه؟ المتبادل. حلو كده. من المعلومات اللي لازم تعرفها برضو يا استاذ ان معامل الحث المتبادل ده لا يتوقف على الاي ام اف ولا الدلتا اي على الدلتا تي ولا الدلتا فاي على الدلتا تي ولا الحاجات دي خالص. امال بتوقف على ايه؟ بتوقف على الحاجات اللي مكتوبه فوق: عدد لفات الملفين، المسافه الفاصله بين الملفين، مثلا على سبيل المثال المساحه بتاعت الملف الثاني كده. يعني حجم الملفين، الحاجات دي برضو بتفرق يا جماعه. احنا كنا بنقول عليهم حاجه اسمها ايه؟ لو تتذكروا كده كنا بنسميهم فان دام، اللي هو حجم الملفين، عدد لفات الملفين، المسافه الواصله بين الملفين، ومعامل النفاذيه. تمام كده؟ كده انت خدت القوانين بتاعت الحث المتبادل. بعد كده كان في حاجه اسمها الحث الذاتي. الحث الذاتي كنا بنعمل ايه؟ كنا بنروح نجيب، عشان بس يعني الموضوع يبقى كامل، هقول لك التجربه بتاعتك كامله مش مشكله. حضرتك كنت بتروح تجيب بطاريه، والبطاريه دي بتوصلها بمصباح فلوريسنت، لمبه فلوريسنت يعني، وتجيب هنا ملف كان عدد لفاته كتير شويه بالمنظر ده كده. وكانت اللمبه الفلوريسنت دي عشان تشتغل لازم تشتغل عند 180 فولت. حلو كده. بس انت كنت بتجيب 6 فولت بس. هل ال 6 فولت دول قادرين ينوروا اللمبه؟ طبعا الاجابه لا. قال لك بقى انت هتعمل حاجه، هتقوم حاطط اهو، تقوم حاطط في الحته دي كده مفتاح. طب المفتاح بتاعي ده بقى هعمل له حاجه من اتنين: يعمل له فتح يعمل له غلق. طيب لو انا غلقت المفتاح معناها ان التيار بيزيد، معناها ان المجال بيزيد، معناها لينز يقلله. خد بالك انا دلوقتي معايا ملف واحد بس معيش ملفين، فكل حاجه بتحصل في نفس الملف، عشان كده سميناه حث ذاتي. لو انا قللت التيار، يعني انا فتحت المفتاح فالتيار بيقل فالمجال بيقل فلينز يزوده. قول لي بقى من الدرس اللي فات لسه قايلينه: يقلله يعني يعمل قوه دفع كهربائيه نوعها عكسيه، يزوده يعني يعمل قوه دفع كهربائيه نوعها طرديه. الاهم من ده كله بقى اللي حصل بقى لما عملنا التجربه دي، لقينا شويه حاجات كده لازم تعرفها. طبعا طالما انت ولدت قوه دفع كهربائيه عكسيه، يعني التيار اللي انت هتولده عكس التيار اللي كان موجود. يعني التيار عكس اللي كان موجود، هنا التيار نفس اللي كان موجود. وبناء عليه الحاجات اللي استنتجناها هنا بقى ايه؟ لقينا ساعتها ان اللمبه المصباح لم يضيء، تاخر زمن نمو التيار. اما الناحيه الثانيه المصباح اضاءه لحظيه مع انك بتفتح المفتاح، بس احنا كنا قلنا ساعتها ان ده شغل عفاريت يعني. حلو. بعد كده هتلاقي حدوث شراره عند المفتاح وسرعه
انهيار التيار. يعني هتلاقي التيار بتاعك اللي كان موجود هنا، لو انا عندي نوع اميتر بقى حاطينه هنا كده، الاميتر ده يا جماعه في حاله ان انا بقفل بطيء. ليه بطيء؟ العقل والمنطق بيقول لك لو انا عندي تيار خارج كده، فتولدت في حاله الغلق تيار عكسه كده، فالتيارين واقفين عكس بعض، فالطبيعي ان الاميتر عشان يوصل لقرايته هياخد وقت، فعشان كده تاخر زمن نمو التيار. هنا بقى معلومه في غايه الاهميه وعلم عليها، خلي بالك ان زمن نمو التيار اكبر من زمن انهياره. حلو الكلام ده. وبناء عليه بقى يا استاذ، وده كلام في غايه الاهميه، ان لو انا جيت اسالك هو الاي ام اف اللي هتتولد كان قانونها ايه؟ كان سالب ال دلتا اي على الدلتا تي. ده القانون بتاع الحس الذاتي، ده حتى كان اسمه الحس الذاتي، معامل الحس الذاتي. وحتى كان قانونه ميو في ايه في ان تربيع على ال. مش قصتنا. السؤال بقى هنا، هو ليه الاي ام اف الطرديه في لحظه الفتح كانت اكبر من الاي ام اف العكسيه وخلت اللمبه تنور، مع ان الاي ام اف اللي متولده هنا هي نفس الدلتا اي؟ يعني لما اقفل المفتاح يا جماعه التيار مثلا يروح من الصفر للخمسه، ولما افتح المفتاح التيار برضه يروح من الخمسه للصفر، فالدلتا اي هي اللعب كله فين بقى؟ في الزمن. حضرتك انت قايل لي ان هنا العلاقه بين الدلتا تي والاي ام اف علاقه ايه؟ عكسيه. بما ان زمن العكسيه كبير، يبقى كده الاي ام اف العكسيه قليله، والاي ام اف الطرديه هي اللي كبيره. جميل قوي الكلام ده. يبقى الاي ام اف العكسيه بتاعتنا قليله، والاي ام اف المستعثر الطرديه ايه؟ كبيره. عشان كده اللمبه مالها نورت. خلينا نراجع الكلام ده من هنا تاني كده يا استاذ. قال لك الحس المتبادل قانونه كالتالي: اي ام اف بتساوي سالب ام دلتا اي على الدلتا تي، سالب ان دلتا فاي على الدلتا تي، سالب ان دلتا بي على الدلتا تي. احيانا السؤال بيجي لك مفيش فيه زمن، يعني يجي يقول لك معانا ملف ابتدائي، ملف ثانوي، وهكذا. ساعتها بتطير الدلتا تي مع الدلتا تي والسالب مع السالب، فيتبقى لك ايه؟ فيتبقى لك ده في الحس المتبادل ان الان دلتا اي بتاعت الاولاني بتساوي ان دلتا فاي بتاعت الثاني. انا بس عايز اتكلم على الدلتا فاي دي عشان ما بتجيش كتير. الدلتا فاي ام 2 دي هي عباره عن بي اللي طالعه من الاولاني قطعه مساحه الثاني. حلو كده. طب في الحس الذاتي وارد جدا ما يديلكش ايه؟ زمن، فساعتها الزمن ده هيروح مع الزمن ده، فساعتها السالب كمان يروح مع السالب، فيتبقى لك ال دلتا اي واحد بتساوي ان دلتا فاي واحد. وخلي بالك برضو ان الدلتا فاي هنا هتتفك لمين؟ لبي واحد في ايه واحد عادي جدا، ان ده في نفس الملف، دول بين ملفين متجاورين زي ما احنا عارفين. يبقى لما الراجل يجي لك في السؤال يقول لك ملفين متجاورين لازم تبقى عارف كده. طيب هنا معلق لي على حته معامل الحس الذاتي، ما بتوقفش الا بتغير شكل الملف، فبتوقف على العوامل دي، وما بتوقفش طبعا على الاي ام اف ولا الدلتا اي ولا الدلتا تي ولا الكلام الفاضي ده. نفس الكلام في الحس المتبادل زي ما قلت لك، هو عباره عن ميو في ان واحد في ان 2 في 2 على ال واحد. حضرتك فينا ملحوظه دي ممكن تحفظها عندك عشان لو انت حبيت تعرفها. حساب معامل الحس المتبادل بين ملفين بدلاله معامل الحس الذاتي، ممكن اقول لك ان معامل، وده حته جديده، معامل الحس المتبادل بتساوي معامل الحس الذاتي الاولاني ومعامل الحس الذاتي الثاني، بس الاثنين فين؟ تحت ايه؟ تحت الجذر زي ما انت شايف. خلي بالك بس من وحدات القياس عشان وانت بيجي لك المعلومات. وحدات القياس بتاعت معامل الحس الذاتي والمتبادل هما الاثنين زي بعض، بس اهمهم الهنري او امبير في الثانيه، جول في الثانيه، او امبير او فولت في الثانيه كده، يعني زي ما انتم شايفين. حلو كده الكلام. خلي بالك كمان زي ما لسه قايل لك من شويه ان الدلتا تي احيانا بتروح مع الدلتا تي والدلتا تي مع الدلتا تي، ونطلع ايه الاجابه في الوقت ده. في مسائل بقى يا استاذ بتبقى اسمها معدل نمو التيار، افهمها لك بقى سريعا كده عشان دي عليها لغط كتير جدا من الطلبه. بص يا سيدي، المفروض دلوقتي لو انا عايز ارسم علاقه ما بين التيار والاي ام اف اللي اتولد في مين؟ في الملف بتاع الحس الذاتي، ارسمه ازاي وقصته بقى ايه؟ بص يا حبيبي، المفروض دلوقتي ان انا على سبيل المثال لو سالتك هو انا لو انا غلقت المفتاح بتاعي، ساعتها المفروض ان اول ما انا بغلق المفتاح بتتولد قوه دفعه كهربيه مستحثه عكسيه عكس البطاريه. بس هنا في معلومه مهمه وخطيره جدا، اللي هي ان لحظه الغلق بتتولد اي ام اف عكسيه بتساوي قيمه الفي بي، عشان كده بتخلي التيار قيمته بصفر. يعني دلوقتي لو انا حبيت ارسم التيار دلوقتي قيمته بصفر، طب انا عايزه يوصل للقيمه العظمى، قال لك عشان يوصل للقيمه العظمى كان اثناء غلق المفتاح
المفروض ان بيعمل غلق المفتاح ده على تاخر زمن نمو التيار، مش الاتنين دول كانوا عكس بعض. حلو. فتلاقي التيار خد وقت كبير قوي لحد ما يوصل للقيمه العظمى، فده كنا بنسميه الحته دي كده اسمها زمن نمو التيار. طب انا بعد شويه قفلت المفتاح خلاص والتيار وصل للقيمه العظمى، كده المفروض ان التيار هيثبت شويه، وطالما التيار ثبت شويه مفيش اي ام اف، لان احنا قايمين الاي ام اف قايمه على مبدا التغير، في تغير في اي ام اف. فحضرتك تلاقي التيار ثبت شويه، انا دلوقتي برسم التيار خلال الزمن. طيب لحظه بقى فتح المفتاح هيتولد قوه دفع كهربائيه مستحثه طرديه تعمل على سرعه انهيار التيار، فتلاقي التيار وصل للصفر بسرعه كبيره جدا، فده كنا بنسميه زمن انهيار التيار. وده لو بيدل يا جماعه بيدل على اللي انا لسه قايله من شويه، ان الزمن بتاع النمو كان من اكبر من زمن الانهيار. في الحته دي كانت بتتولد قوه دفع كهربائيه مستحثه نوعها عكسيه، هنا كانت بتولد قوه دفع كهربائيه نوعها ايه؟ طرديه. السؤال بقى هنا، لو انا دلوقتي حبيت اعرف مين اللي بيصرف على الدايره طول ما انا شغال، هي الفي بي ليها قيمه ثابته طول الوقت ما بتتغيرش، فانا هفترض ان دي قيمه الفي بي هي ثابته على مدار التجربه. فلو انا افترضت ان دي الفي بي، حلو كده، الفي بي بتاعتي دي المفروض ان هي طول التجربه، انا عايز دلوقتي لحظه الغلق. انت قلت لي يا مستر اول ما بنقفل بتتولد قوه دفع كهربائيه مستحثه عكسيه قد الفي بي، فتلاقي في الاول الاي ام اف العكسيه قد الفي بي بالظبط. فلو انا سالتك التيار بكام تقول لي طالما الاثنين عكس بعض يبقى التيار قيمته بصفر. حلو قوي. بعد شويه هيبدا الاي ام اف دي تتنازل شويه فتبدا تقل، فالاي ام اف بقت هنا، فكده التيار زاد شويه. بس خد بالك ان انا برسمه دي رسمه مين؟ الاي ام اف بتقل قدامك اهي، بعد شويه هتقل شويه اكتر شويه اكتر لحد ما الاي ام اف تساوي كام؟ صفر. فالرسمه اللي انا راسمها دي اسمها رسمه الايه؟ الاي ام اف، بتبقى كيرف زي ما انت شايف كده. الفكره هنا بقى يا بابا ان مثلا على طبعا هنا التيار يبقى قيمته الايه؟ العظمى. امتى بقى؟ ده لحظه ثبوت التيار، اللي هو بمعنى صح بعد ما التيار ايه وصل لقيمته العظمى وهكذا. السؤال بقى هنا، في الاول لحظه الغلق كانت الاي ام اف بتساوي قيمه الفي بي، حلو كده. بعد شويه من الغلق بقت الفي بي اكبر من الاي ام اف، فلو انا حبيت اعرف فرق وجود الملف عند اي لحظه اطرح الفي بي ناقص الاي ام اف. طب هي الاي ام اف دي كان قانونها ايه؟ ال دلتا اي على الدلتا تي. يعني لو انا قلت لك مثلا ان الاي ام اف 20% من قيمه الفي بي، يبقى التيار ساعتها قيمته 80% من القيمه العظمى، حلو كده، او فرق جهد الملف بيساوي 80% من قيمه الفي بي. تمام كده؟ ده بالنسبه للحته بتاعت نمو التيار اللي قدامك دي عشان تكون انت فهمتها كويس قوي. حلو الكلام ده؟ حلو يا مستر. بعد كده بقى ده كان بالنسبه لي كلها تعليقات احنا لسه من شويه حضرتك هتقراها، اللي هي الحاجات دي امتى الاي ام اف تبقى كبيره وامتى بيبقى عندنا الجهد كبير والجهد قليل وهكذا. نيجي بقى يا استاذ لمين؟ للحته بتاعت طبعا كل الكلام ده احنا شارحينه، بتاع فليمنج لليد اليمنى احنا شرحناه وقلنا مين جهده اكبر من مين، قوه الدفع الكهربائيه المستحثه مين اكبر ومين اقل، لحظه الفتح ولحظه الغلق. عندك هنا مثال على اضاءه المصباح عشان تفهمه، القوه الدفع الكهربائيه المستحثه العكسيه والايه؟ والطرديه. نخش على الاي ام اف اللي بعد كده وهي مين؟ الدينامو. الدينامو بتاع حضرتك كان جهاز شكله عامل ازاي؟ حضرتك ده كان مغناطيس، ادي الان ادي الاس، ادي الملف المستطيل بتاعي، هنا كان في حلقه معدنيه، هنا حلقه معدنيه ثانيه، هنا فرشه، هنا فرشه، وبالنسبه لي في الاخر هنا كان اللمبه بتاعتنا. شغله الدينامو الاساسيه كانت بتعمل ايه؟ تحويل الطاقه الحركيه الى طاقه كهربيه. بمعنى حضرتك انت كنت بتمسك الملف بتاعك ده وبتحركه، فكانت طبعا المجال رايح من الان للاس، فكان في ضلعين بالنسبه لي بيقطعوا في خطوط المجال، فكان بيتولد فيهم تيار مستحث. فلو يتولد فيهم تيار مستحث ولنفترض ان انا كنت بلف بالمنظر ده، فكان الضلع ده طالع لفوق فالمجال كده بايدي اليمين، والحركه الاعلى يبقى المفروض ان التيار هنا فين؟ لاعلى، فكان يمر تيار مستحث بالمنظر ده. تمام كده؟ كانت الاي ام اف اللي بتتولد بتاعته كان اسمها ان اي بي اوميجا ساين الثيتا. الاوميجا اللي هي كان اسمها السرعه الزاويه. الاي ام اف ماكسيموم
كانت بتساوي ان اي بي اوميجا. وخد بالك الدينامو ما عليهوش كلام كتير، انت كل مطالب منك انك تحفظ قوانينه بس. فاول اي ام اف دي كنا بنسميها اي ام اف اللحظيه، وكانت بتساوي نبوي ساين سيتا، او اللحظيه دي بتساوي الماكسيموم في ساين سيتا. السيتا كان اسمها الزاويه بين العمودي على الملف والمجال. دي زيها زي مين؟ زي بتاعت عزم الازدواج بالظبط. يبقى انا عندي زاويتين هنا مهمين جدا. الزاويه الاولانيه بتاعت عزم الازدواج وهي الزاويه بين العمود على الملف والمجال، والزاويه بتاعت الدينامو هي الزاويه بين العمود على الملف ومين؟ والمجال. لو خدنا بالنا هنا الدينامو قال لك ان الاي ام اف اللحظيه ده قانونها الاي ام اف الماكسيموم او اللحظيه برضو اسمها ماكسيموم ساين سيتا، لان الماكسيموم ساعتها كانت بتساوي مين؟ نبوي بس. طيب الاوميجا دي بقى كان لها قانونين، يا اما تساوي في على ار اللي هو السرعه الخطيه على نصف عرض الملف، يا اما بتساوي 2 باي اف، حيث الاف ده مين؟ التردد، واحنا عارفين ان التردد بيساوي مقلوب مين؟ الزمن الدوري من سنه ثانيه ثانوي. طيب خلينا بس كده ايه نشوف الجزء اللي بعده بيتكلم على ايه. هنا بيكلمك على الاي ام افات واحده واحده بقى. انت كده خدت اللحظيه، خدت الماكس، عندك في قوه دفع كهربيه مستحثه اسمها فعاله، ودي كانت بتساوي الماكسيموم في ساين 45. واسمع يا بابا، الباب الرابع بالكامل بيتعامل مع القيم الفعاله فقط. اي قدره كهربيه في المنهج معاها تيار متردد اللي هيتولد هنا ده بتبقى الحاجه اللي انت شغال بيها فعاله. يعني ايه؟ يعني مثلا القدره اصلا قانونها ايه؟ اي تربيع في ار يبقى اي افكتيف، او في تربيع على ار يبقى في افكتيف، او في في اي، يبقى الاثنين لازم يكونوا افكتيف. والافكتيف بتساوي زي ما قلت لك مين؟ ساين 45 او في 1 على جذر 2 او في 707 من 1000. خلي بالك من الحته دي يا استاذ. نيجي بقى للقوه الدفع الكهربائيه رقم 4، وهي اسمها الاي ام اف المتوسطه. في حاجات في الكتاب انت هتحفظها ودي موجوده في كتاب المفاهيم، ولكن عشان ابقى صريح معاك انا قلت لك من شويه اي متوسطه هي فاراداي. علم على دي وشيل تحتها 1000 خط. اي متوسطه هي مين؟ هي فاراداي. يعني ايه؟ لو انا جيت قلت لك مثلا احسب لي القوه الدفع الكهربائيه المتوسطه خلال نص دوره من الوضع العمودي، انت لازم تبقى عارف هنا معلومتين اصلا. ان الملف لما بيكون موازي والملف بيكون عمودي، الاي ام اف في الحاله دي بتكون قيمه عظمى. في الحاله العمودي الاي ام اف بتساوي كام؟ صفر. يعني لو انا رسمت التيار في هذه الحاله وبدا من الوضع العمودي يبقى منظره عامل كده. لو بدات وهو بادئ هتلاقيه عامل كده، بادئ من القيمه الايه؟ العظمى. لو انا جيت قلت لك بقى احسب لي المتوسطه خلال ربع دوره من الوضع العمودي، تحس ان انا بكلمك في تغير زاويه. وطالما تغير زاويه يبقى الاي ام اف هتساوي سالب ان بي اي ساين سيتا الجديده ناقص ساين سيتا القديمه على الدلتا تي. خلينا نعوض كده. انت عايز تجيب الاي ام اف خلال ربع دوره من الوضع العمودي مثلا، يبقى سالب ان بي اي القديمه زاويتها كام؟ 90. ما هو الوضع العمودي حضرتك انت لو تفتكر يعني دي اسمها بي اي ساين سيتا. ده قانون مين؟ ده قانون الفيض يا بيه. اوعى تستبدل قوانين الفيض بقوانين العزوم او الاي ام افات. فخلي بالك هنا، يبقى الزاويه القديمه كانت 90، انت لفيت كام؟ ربع دوره. ربع دوره يعني 90 درجه. انت لما بتيجي تجيب سيتا الجديده في المطلق هي عباره عن سيتا القديمه زائد سيتا الدوران، يبقى ساين 180 درجه. جبت ال 180 منين؟ ما هو انا كنت واقف عند ال 90 ولفيت كمان 90، يبقى انا واقف كام؟ لفيت كام؟ 180 درجه. الدلتا تي اللي هي ربع الزمن الدوري. انا عايزك تشتغل بالقانون ده على طول، ما تحفظش حاجه. يعني دول معاك اهم بس ما تحفظهمش. تعالى بقى نفنط ده كده. يبقى الاي ام اف اللي انت عايزها بتساوي، انا اطلع لك واحد منهم والباقي انت هتعرف تطلعه. ده صفر، ده واحد، سالب في سالب بموجب، يعني هنقول له هنا 4. ده ان بي ايه على ربع الزمن الدوري. الزمن الدوري مقلوب التردد، فلو طلعنا ده فوق بقت 4 ان بي ايه اف، اللي هو كان القانون بتاعنا اللي هو ده 4 اي بي ان اف، او داخل ربع دوره وكان بيساوي خلال نص دوره. تمام كده اهو.
يبقى خلي بالك خلال ربع دوره هو خلال نص دوره. طيب كده احنا عرفنا اهو، حتى الراجل عشان عارف ان انت هيجي لك السؤال كتير قال لك لحساب متوسط الاي ام اف عند اي لحظه هتشتغل بالقانون اللي قدامك ده عشان توفر على نفسك انها اسمها ايه؟ متوسطه، يبقى على طول بقانون مين؟ فاراداي. تمام. هنا السرعه الزاويه قلنا بتساوي في على ار او بتساوي 2 باي اف. طبعا العرض بالنسبه لي اللي هو 2 ار، وخلي بالك احيانا ممكن نشيل البي في اي ونحط مكانها الفاي ام زي ما انت شايف. هنا بقى في تريكات لازم تخلي بالك منها، ودول تركز عليهم قوي. هي مين السيتا؟ السيتا هي الزاويه المحصوله بين العمودي على الملف ومين؟ والمجال. لو مش عندك سيتا وعندك زمن يبقى القانون كده، لان السيتا بتاعتك يا استاذ بتيجي في 3 حالات. يا اما الراجل هيديها لك مباشره، حلو كده، يا اما الراجل هيديها لك بمعلوميه النسبه من الدوره، يا اما يديها لك بمعلوميه الزمن. لو الراجل اداها لك مباشره خلاص الموضوع انتهى، 30 40 50 ايا كان. لو اداها لك بمعلوميه النسبه بتضرب النسبه اللي اداها لك في 360 درجه عشان تطلع هنا زاويه 50 40 30 وهكذا. لو ادالك بمعلوميه الزمن بتبقى 2 باي اف في تي، وخلي بالك ان الباي دي بكام درجه؟ ب 180 درجه. بص لي يا حبيب قلبي، لو انا مثلا مثال بسيط كده عشان تفهم، لو انا طلبت منك انك مثلا تجيب لي الاي ام اف خلال من الوضع العمودي طبعا خلال زمن 2 مللي ثانيه، يبقى ساعتها انت لازم تبقى مديني التردد. طب انا يا مستر خلاص انا طلعت الزاويه بتاعتي في ايدي كرقم، قال لك السيتا عمودي على ملف ومجال، عمودي على مجال وملف، دار الملف من الوضع العمودي، دار الملف من وضع الصفر. اي حاجه من دول انت بتحط زي ما هي. طب ما ادالكش بقى اي حاجه من دول، اوتوماتيك على طول من غير ما تفكر اطرح من 90 درجه. خلاص كده. طيب عندك هنا حاجه حلوه قوي اللي هي بتاعت زمن وصول التيار دي، هي ما جتش، هي كانت بتيجي اولمبياد وكانت موجوده اولمبياد 2008، يعني ما بتجيش كتير قوي بس خليك عارفها. لو الراجل قال لك مثلا ايه، سيبك من السؤال ده انا هديلك انا سؤال من عندي، اذا كان زمن نمو التيار من الصفر للقيمه العظمى هو t، فان زمن وصوله من نص العظمى للعظمى يساوي كام؟ بص بقى، الاسئله اللي زي دي يا محترم انت لازم تفكر تفكير بره الصندوق عشان تحل بسرعه. حول الكلام لزوايا. اديني المخزون يا او اديني المعلومه على طول. التيار وضعه صفر يعني الزاويه بتاعتك بصفر. التيار قيمته عظمى يعني الزاويه بتاعتك بكام درجه؟ 90. يعني انت مشيت على رجلك كام درجه؟ 90، فعملت زمن قدره تي. انت عايز تروح من نص العظمى، نص العظمى اللي هو 30 درجه طبعا، عايز تروح العظمى يبقى كام درجه؟ 90. السؤال بقى هنا انت مشيت من 30 90 كام درجه؟ 60. تعرف تجيب لي اللي هنا؟ بسيطه، ده في ده وده في ده، بقت 60 تي على 90 بتساوي 2 على 3 من تي. هنا الراجل يعني قاعد يلعب لعبه هنا ملهاش لازمه خالص، اشتغل بالطريقه دي وخلاص هتبقى احسن لك ويعني اسرع لك كمان. طيب هنا كمان الراجل هنا يعني عشان يوفر عليك الموضوع بيقول لك ايه؟ ان اي حاجه لحظيه هي عباره عن الماكسيمم ساين سيتا، اي حاجه فعاله هي عباره عن ماكسيمم ساين 45 في 1 على جذر 2. قال لك بقى خلال الدوره الكامله الحاجات دي كلها يا جماعه بص دي ملحوظات مهمه لازم تعرفها. عدد وصول مرات وصول التيار من القمه العظمى وهكذا، الكلام ده برضو جه منين؟ اشرحه لك. بص يا حاج، لو انا مثلا افترضت ان انا عندي دينامو بدا من الوضع العمودي، فكان ده الوضع العمودي، او بدا من الوضع الموازي زي ما انت شايف كده، ده بادئ من الوضع العمودي وده بادئ من الوضع الايه؟ الموازي. انا هنا بتكلم على الاي ام اف مع الزمن. لو سالتك في الرسمه دي كم مره وصل للصفر؟ عد كده، ادا واحد، ادا واحد، 2، 3، 4، 5، دول دورتين، يعني في الدورتين عمل 5. طب كم مره للقيمه العظمى؟ ادا 1، 2، 3، 4. تعالى الناحيه الثانيه، كم مره قيمه عظمى؟ ادا 1، 2، 3، 4، 5. طب كم مره صفر؟
أدا 1 2 3 4. يبقى لو أنا سألتك عدد مرات وصولنا للصفر يبقى كام؟ قال لك 2 اف زائد 1، الواحد ده اللي هو الأصل. طب للقيمة العظمى يبقى 2 اف بس. يبقى الناحية التانية لو للصفر يبقى 2 اف بس. طب للعظمى 2 اف زائد 1 اللي هو كاتبهم لك هنا دول زي ما أنت شايف. حلو كده؟ هنا الراجل بيقول لك بقى لو انت عايز تعرف الزاويه امتى بيكون قيمه عظمى الفيض بكام وهكذا. الملحوظه بس لازم تعرفها هنا ان لما الاي ام اف بتكون قيمه عظمى بيكون الفاي ام بصفر، عشان ده سؤال بيجي في النماذج الاسترشاديه وكتير جدا. طيب بعد كده كان عندك حاجه اسمها المحول الكهربي. المحول الكهربي كان شكله عامل كده يا اولاد، جهاز بالمنظر ده. ده الجهاز بتاعنا، وكان بيبقى عليه ملفين. ملف هنا كده كنا بنسميه ملف ابتدائي، وده متوصل بالمصدر بتاع التيار الكهربي اللي هو يعني المصدر اللي هو بتاع التيار المتردد. وهنا الناحيه الثانيه كان في جهاز وجنبه مفتاح، المراد خفض او رفع قوه الدفع الكهربائيه بتاعته. فحضرتك هنا ده كان اسمه في ابتدائي، وهنا كان في ثانوي. فاحنا اكتشفنا ان احنا عشان نخلي المحول في نوعين، يا محول رافع للجهد خافض للتيار، يا محول خافض للجهد رافع للتيار. طيب ايه بيانات ده وبيانات ده؟ بص يا سيدي، رافع للجهد يبقى في اس اكبر من الفي بي، تمام كده؟ يعني ان اس اكبر من ان بي، يعني الاي اس اقل من الاي بي لانه خافض للتيار. خافض للجهد يبقى في اس اقل من الفي بي، يبقى ان اس اقل من الان بي، يبقى الاي اس اكبر من الاي بي. ده ان دلنا على شيء يدلنا على ايه يا اولاد؟ ان الفي تتناسب تناسب طردي مع الان تتناسب تناسب طردي مع التيار. لو انا كان عندي محول مثالي فكان في اس على في بي بتساوي ان اس على ان بي بتساوي اي بي على اي اس. لو غير مثالي بقى هنيجي في قصته كمان شويه، بس لازم تبقى عارف معلومه في غايه الاهميه، ان دايما لو انا دخلت من هنا شكل معين تردد معين يخرج الناحيه الثانيه نفس التردد. يعني التردد عند الملف الابتدائي هو التردد عند مين؟ عند الملف الثانوي. يمكن دي الحاجه الوحيده اللي مشتركه عندهم هما الاثنين، ان لو انا داخل بتردد 50 هرتز يخرج برده كام؟ 50 هرتز. طيب بالنسبه للمحول بتاعك قال لك طالما انت مثالي بتكون الكفاءه 100% والباور ابتدائي بتساوي باور ثانوي، يعني انت داخل بيساوي اللي خارج، فكان ان بي على ان اس بتساوي هكذا زي ما انتم شايفين كده، وكان الباور اس قد الباور ابتدائي، فالرسمه تبقى عامله كده. طب لو المحول بتاعك غير مثالي بتبقى كفاءته اقل من 100%. بص بقى، المحول المثالي او الغير مثالي بقى يا اولاد، هنا الكفاءه كانت بتساوي 100%، هنا الكفاءه اقل من 100%. طيب وبناء عليه الكفاءه هنا هتساوي شويه قوانين. دايما الكفاءه يا اولاد في اي مكان هي عباره عن باور اس على باور بي. حلو كده؟ طب باور اس دي بتتفك لايه؟ هتتساوي الفي اس في اي اس على في بي في اي بي، وفي نفس الوقت الايتا ممكن تساوي ادا الفي اس ادا الفي بي. احنا لسه متفقين، وخد بالك من المعلومه اللي هكتبها لك هنا دي، سواء المحول مثالي او غير مثالي فالان اس على الان بي بتساوي اي بي على اي اس. المعلومه دي في غايه الاهميه سواء مثالي او غير مثالي. يعني انت ممكن تشيل اي اس على اي بي وتحط مكانها مين؟ ان بي على ان اس. لو جالك السؤال في الكفاءه بمعلوميه الباور اهلا بيك، لو جالك السؤال بمعلوميه التيار اهلا بيك، لو جالك السؤال بمعلوميه عدد اللفات زي الفل. حلو. شوف بقى هنا قال لك ايه؟ ان الفي بي على الفي اس لا تساوي اي اس على اي بي، ولكن هتلاقي النسبه الثانيه هي اللي ثابته، اللي هي مين؟ في بي او ان بي على ان اس بيساوي اي اس على مين؟ على اي بي. هنا باور اس على باور بي، في اس في اي اس او في اس ان بي. دي قوانين مين؟ المحول. طيب لو انا المحول بتاعي بقى له اكتر من ملف ثانوي، خليك دايما عارف طالما هو مثالي يبقى اللي داخل بيساوي اللي خارج، اللي داخل بيساوي اللي خارج. طب لو غير مثالي هيبقى في كفاءه في الموضوع، الكفاءه للي داخل بتساوي مجموع اللي ايه؟ اللي خارج. في هنا فكره مهمه جدا، انه ده سؤال موجود برضه في الاسترشادي. دايما لازم تبقى عارف ان اللي هنا لو دخل في بي واحد يطلع هنا في اس واحد، ان ده هو ده طالما مفيش مقاومه في النص. لو بقى هنا في مقاومه هنا يبقى اكيد الفي بي 2 اقل من في اس واحد. طب مفيش مقاومه يبقى الفي اس واحد هي مين؟ في بي 2. وتقوم رايح الناحيه الثانيه بقى عندك هنا مين؟ في اس 2. الراجل بيقول لك ايه؟ اللي خرج من الاول هو اللي دخل على الثاني، يعني الفي اس 1 هي في بي 2، بس بشرط ان ما يكونش فينا حاجه، ما يكونش فيه مقاومات.
لان في سؤال موجود في النماذج الاسترشاديه وحاطط في النص هنا مين؟ مقاومه. فلو انت عندك هنا 2 فولت يبقى هنا اكيد اقل من 2 فولت، 1.5 بقى، 1 فولت ايا كان. هنا في عندك سؤال اللي هو بتاع المحول بتاع الكهرباء، لو انا مثلا بوصله على سبيل المثال بمحطه كهرباء. فشوف يا سيدي، في محطات الكهرباء الاسئله بتاعت محطات الكهرباء ودي بتيجي دايما مقالي، يقول لك احنا كان عندنا محطه كهرباء. المحطه بتاعت الكهرباء انت لازم تبقى عارف عنها شويه بيانات، لان المساله بتتقسم 3 حتت: المحطه وخط النقل والمصنع بتاعك او اماكن الاستهلاك. المحطه انا لازم ادي لك باور محطه والجهد اللي خرج من المحطه، دول معطيات. حلو كده؟ تقوم انت تجيب لي الاي اللي خرجت من المحطه، ودي بتساوي باور على مين؟ على في. خط النقل انا هطلب حاجتين، هطلب منك القدره اللي طلعت في الطريق اللي هي القدره المستهلكه ودي بتساوي اي تربيع في ار، وهطلب منك حاجه اسمها الفقد او الهبوط في الجهد ودي بتساوي اي في ار. اسالك بقى، المحطه لو طلعت قدره تمام كده وخط النقل استهلك شويه، لو انا سالتك هي الباور اللي وصلت بكام؟ تقول لي والله اللي خرج من المحطه مثلا 100 وضيعنا في الطريق اللي هي المستهلكه يعني 30، يبقى الوصل بالنسبه لي كام؟ 70. كفاءه النقل بتاعت حضرتك بتساوي كفاءه النقل بتاعتك يعني بتساوي باور اللي خرجت او اللي وصلت للمصنع على الباور اللي كانت خارجه منين؟ من المحطه. ساعتها تعرف ان الخط بتاعك النقل ده مظبوط او مش مظبوط. طيب طبعا الحاجات دي كلها احنا لسه قايلينها من شويه، هتقراها انت عندك، هيبقى في الورق بتاعك، الدنيا هتبقى تمام ما تقلقش. هنا لا يعمل المحول الا في دوائر الملف هو الثانوي بس، ولازم يكون يا جماعه المصدر اللي داخل مصدر تيار متردد. يعني كده نبقى عارفين ان المحول لا يعمل باستخدام التيار المستمر. طيب خلينا نشوف الحته بتاعه الموتور ويبقى احنا كده خلصنا الباب الثالث كامل. شوف يا سيدي، الموتور بتاع حضرتك كان بيتكون من ايه؟ الموتور نفس فكره عزم الازدواج بالظبط، ادي الان ادي الاس، ده مغناطيس، بس هنا كان في حاجه اسمها مقاوم معدني، والمقاوم المعدني ده احنا كنا بنحط له هنا فرشه وهنا فرشه بالمنظر ده كده، ونحط هنا بطاريه بالمنظر ده. ده كان شغلته ايه؟ تحويل الطاقه الكهربيه الى طاقه حركيه زي المروحه كده. حلو كده؟ طيب قول لي بقى يا مستر الكلام ده بيحصل ازاي؟ حضرتك انت بتمرر تيار، هتشتغل طبعا فكره هذا الجهاز هو عزم الازدواج، هتلاقي هذا الملف تاثر بقوه او تاثر بعزم الازدواج، وانت كده كده عارف قانون عزم الازدواج كان بيساوي بيان ساين الثيتا. خد بالك بقى من معلومه مهمه، لو الملف عمودي التاو بصفر، لو الملف موازي التاو بقيمه عظمى. لا استنانا يا مستر دقيقه، هنا بقى في سؤالين مهمين قوي. بقول لك ليه بيستمر دوران المحرك اللي هو الموتور يعني بالرغم من وجوده في الوضع العمودي؟ الإجابة قطعا لو تتذكر كانت القصور الذاتي. ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني بيقول لك يستمر دوران المحرك في نفس الاتجاه، يقول لك الإجابة هنا بسبب المقاوم المعدني. المقاوم المعدني بتاع حضرتك اللي بقى متركب هنا ده اللي هو بالنسبة لي الحتة دي يعني، ده بيعكس نفسه كل نص دورة، فبيعكس التيار في الأضلاع فيعكس القوة، فيخلي القوة دايما طولها إيه؟ طول الوقت قيمة عظمى. في ملحوظة هنا في غاية الأهمية، الضلعين العمودي على المجال دائما القوة بتاعتهم قيمة عظمى. وريهمني كده على الرسم عشان لما يجي لك السؤال يقول لك دار ما دارش، الضلع ده والضلع ده مهما دار الملف القوة المؤثرة عليهم بتساوي قيمة عظمى. حلو كده؟ طيب لو انا يا اولاد عايز اخلي الموتور بتاعي ده تبقى كفاءته عالية جدا، كنا طبعا بنزود عدد الملفات بينهم زوايا صغيرة متساوية. طيب لو عايز تخلي الموتور ده ينظم سرعته ذاتيا، قال لك اللي كان بينظم سرعه هذا الموتور ذاتيا هي تولد القوه الدفع الكهربائيه المستحثه العكسيه في هذا الملف. عندك قانونين ودول اصلا مش موجودين في الكتاب، اللي هو لو انا حبيت مثلا اجيب التيار اللي في الموتور تطرح الفي بي ناقص الاي ام اف على قيمه مين؟ المقاومه بتاعتك.
لو عند بدايه التشغيل، ده عند فتره بعد شويه يعني، عند بدايه التشغيل بيكون اللي بيصرف مين؟ الفي بي على الار بتاعت الموتور، والار بتاعت مين؟ الار. قال لك هنا الاسطوانه المشكوكه للطولان النصفين اللي هو مكون معدني في المحرك الكهربي بتعمل على توحيد اتجاه الدوران بتاع العزم، وفي الدينامو بتعمل على توحيد اتجاه التيار الايه؟ المتولد. ملحوظه هنا بس مهمه كده يا اولاد بالمره، انت عشان كنت تحول، عشان بس الحته دي احنا ما قلناهاش نقولها بالمره، لو كنت عايز تحول دينامو التيار المتردد لدينامو تيار مستمر، فكان اللي بيحصل كالتالي. حضرتك انت كان عندك في التيار المتردد حلقتين معدنيتين، هتشيلهم وتحط مكانهم حاجه اسمها مقوم معدني. حضرتك هتزود عدد اللفات بينهم زوايا صغيره متساويه. تعال ادي لك 3 اشكال بيانيين واختم كده الباب الثالث ان شاء الله، يبقى الدنيا تمام. لو انا سالتك التيار المتردد بيبقى شكله ايه؟ بيبقى شكله كده. التيار الموحد الاتجاه اللي السبب في وجوده المقوم المعدني بيكون شكله كده، تمام كده. والتيار ده بيسموه تيار موحد الاتجاه او تقويم موجي كامل. في تيار اسمه تيار مقوم نصف موجي، وده بنجيبه لما نحط له وصله ثنائيه وكان منظره عامل كده، حلو كده. في تيار اسمه ثابت الشده موحد الاتجاه، وده كنا لازم نحط له حاجتين، نحط له مقوم معدني ونزود عدد الملفات بينهم زوايا صغيره متساويه، فكان تقريبا شكله بقى عامل كده كده يا ولاد، زي ايه؟ زي ما انتم شايفين كده، اللي هو تقريبا ثابت الايه؟ الشده. كده يا استاذ احنا خلصنا الباب الثالث. يلا بينا بقى عشان ايه؟ نحل على المين؟ على الباب الثالث الجزئيه دي، ونبدا في الباب وراه على طول. يلا يا جماعه زي ما اتفقنا كده نحل شويه اسئله على الباب الثالث عشان تبقى جاي لي جاهز بكره ان شاء الله، عشان احنا الباب الثالث على طول ان شاء الله باذن الله يا ولاد. السؤال الاولاني هنا بيقول لي في الشكل المقابل ملف لولبي ساكن والمغناطيس يتحرك بسرعه v في الاتجاه الموضح، فاذا زادت سرعه المغناطيس الى 2 v. مبدئيا احنا قايلين من شويه ان الاي ام اف بتاعت حضرتك بتساوي سالب ان دلتا فاي ام على الدلتا تي، تمام كده. وبناء عليه لو انا سالتك هي الاي ام اف كانت بتقف على ايه، قلت لي بتقف على 3 حاجات: عدد اللفات، دلتا فاي على الدلتا تي، والسرعه. فلما حضرتك اوتوماتيك هتزود السرعه للضعف، الاي ام اف كمان هتزيد لمين؟ للضعف. عند ثبوت المقاومه الاي بتساوي اي ام اف على مين؟ على الار. فلو انت زودت الاي ام اف التيار كمان ماله؟ يزيد، يبقى اتجاه التيار او مقدار التيار هيزيد. حلو. هل اتجاه التيار المستحث بالمتولد في الملف يتغير؟ طبعا لا، لان انت كده كده ماشي في نفس الاتجاه. فتعالى بس نشتغل كده. المغناطيس ده بالنسبه لي كان ماله؟ بيبعد من الملف، وطالما بيبعد يبقى ساعتها لينز يقربه، يعني اديله هنا مين؟ اس، وهنا ان بايدك اليمين ادى الان، يبقى التيار بتاعك كان طالع لفين؟ لاعلى. يبقى كده اتجاه التيار المستحث كان لاعلى ويظل الاعلى، فالاجابه تبقى رقم باء هي الاجابه الصحيحه. السؤال الثاني بيقول لي في الشكل المقابل سلك يمر بيه تيار كهربي، اللي هو على ايدي اليمين ده تياره طالع لفوق، يبقى على يمينك ايه يا اولاد؟ اكسات هنا كده، وعلى شمالك نقط. ما يهمنيش اللي على شمالي، يهمني السلك اللي هنا. طبعا ده واضح جدا انه سلك واقع جوه مجال ما بيمرش فيه تيار بس بيتحرك، يبقى نطلع فيلمنج لليد اليمنى، لان فيلمنج لليد اليمنى احنا بنستخدمه لما نسمع كلمه تيار مستحث وهكذا. ادي المجال، ادي الحركه، ادي التيار، يبقى التيار بتاع حضرتك هيروح منين لفين؟ من بي لايه، يعني رايح من الجهد الاقل للجهد الاعلى، فبالتالي يبقى جهد A اكبر من جهد B، فالاجابه رقم باء. في الشكل المقابل عند زياده شده التيار الكهربي الموضح بالسلك بانتظام من 0 الى 2 امبير خلال زمن قدره 2 امبير تي، يبقى الدلتا تي هنا او الدلتا اي عفوا بتساوي 2 امبير. تولدت بالحلقه المعدنيه تيار مستحث متوسط القوه الدفع الكهرباء متوسط مقداره تياره كان اسمه اي، فاذا تناقص تيار السلك بانتظام من 2 امبير الى الصفر، يعني الدلتا اي برضه ب 2 امبير. مش مهم المقدار، بس انا بتكلم، مش بتكلم على الاتجاه، انا بتكلم على المقدار. خلال زمن قدره كام؟ 2 تي. هو في العادي طالما الزمن زاد للضعف اوتوماتيك كده الاي ام اف بتاعتك هتقل للايه؟ للنص. فطالما الاي ام اف قلت للنص عند ثبوت المقاومه طبعا، يبقى التيار كمان هيقل للنص، فالاجابه يا اما الف يا ج. اتجاه التيار المستحث في الحلقه، هو انت في الاول كنت مالك؟
كنت انت بتزود التيار، لسه قايلين من شويه التيار بيزيد، فلو انا طالع لفوق في السلك بتاعي يبقى المجال هنا اكسات. حضرتك وانت بتزود التيار المجال بتاع اللينز يقلله فيعمل نقطه، نقطه يبقى بيلف عكس عقارب الساعه. ده في الحاله الاولانيه، يبقى هنا كان عكس عقارب الساعه. اما بقى في الحاله الثانيه انت بدات تقلله تاني، فطالما هتقلله يبقى تعمل زيه، يبقى يلف الناحيه الثانيه ماله مع عقارب الساعه. يبقى بالنسبه لي الاجابه عندنا انه هينعكس، فالاجابه تبقى رقم ج هي الاجابه الصحيحه. السؤال اللي بعده بيقول لي في الشكل المقابل اذا تحرك السلك المعدني في الاتجاه المبين، طالما السلك ما بيمرش فيه تيار وانت بتحركه داخل المجال بحيث انه يقطع خطوط مجال مغناطيسي، يبقى نشتغل بفيلمنج لليد اليمنى. ادي المجال، ادي الحركه، ادي التيار، يبقى التيار بتاع حضرتك رايح لفين؟ لاعلى، من الجهد الاقل للجهد الاعلى. يبقى التيار بتاعك هيمشي كده، هيمشي في المقاومه منين؟ من A ل B، وهيمشي في السلك من Y ل Z، فالاجابه تبقى رقم أ، اجابه مظبوطه. اي الحالات التاليه تسبب نقصان التيارات الدواميه؟ عشان التيارات الدواميه تقل يبقى لازم التيار نفسه يقل. هل استخدام قلب مصمت؟ لا، احنا عايزين شرائح معزوله من السيليكون. توصيل الملف بمصدر تيار متردد عالي التردد؟ طبعا لا، التردد لما بيزيد التيارات الدواميه، المفروض ان التردد لما بيزيد الاي ام اف بتزيد فالتيار بتاعك يزيد. استخدام قلب مصنوع من ماده ذات مقاومه نوعيه ضعيفه؟ مقاومه نوعيه ضعيفه يعني مقاومه قليله، يعني تيار ماله كبير؟ برضو غلط. استخدام قلب مصنوع من ذات توصيليه منخفضه صح طبعا، هي دي الاجابه الصحيحه. محول كهربي مثالي رافع للجهد، يبقى كده ان اس اكبر من ان بي، كده في اس اكبر من في بي. لنقل قدره كهربيه يبقى ده باور ابتدائي وفي نفس الوقت بتساوي باور اس. حلو كده. يبقى انا لو هروح في جنب كده وامسك ايه واحده واحده كده، كده انا معايا باور ابتدائي بتساوي باور ثانوي بتساوي 1000 لان هو مثالي. فاذا كانت النسبه بين عدد لفاته يبقى كده ان اس على ان بي بتساوي 8 على 3 عشان كلمه رافع. ماشي. وكان الجهد الناتج بين طرفي الملف الثانوي 220. طب حلو قوي. كده انا ممكن اقول ان الباور اس دي عباره عن في اس في اي اس، عشان اجيب الاي اس يبقى ال 1000 هتساوي 220 في اي اس، فطلع من هنا اي اس بتساوي 1000 على 220. حلو كده، كده طلعت اي اس. فهنا شد التيار. بص يا حبيبي، انت عارف ان ان اس على ان بي بتساوي اي بي على اي اس. ان اس بتاعت حضرتك على ان بي ب 8 على 3، اي اس اللي هي بكام؟ طبعا احنا عايزين هنا اي بي. اي اس بالنسبه لي هي كام؟ 1000 على 220. هنطلع من هنا الاي 1000 في 8 على، هنا يبقى 1000 في 8 على 22 اهو، 1000 في 8 على 22 في 3. حلو كده. طبعا ده الصفر يبقى 100 بس، يبقى ده 100 في 8 على 22 في 3، دي تقريبا تطلع 1.7 تقريبا يعني. في المحول الكهربي عند استخدام قلب معدني ذو توصيليه كهربيه كبيره، ساعتها كفاءه المحول هتقل بسبب زياده التيارات الدواميه، لسه واخدينها في السؤال اللي قبله فوق. في المحرك الكهربي عندما يكون مستوى الملف عمودي، لسه قايلين من شويه عزم الازدواج ماله بينعدم، ولكن القوه على الضلعين الموازيين لمحور الدوران تظل قيمه عظمى، فالاجابه تبقى رقم ا، لسه شارحها في نهايه الباب. ملف لولبي عدد لفاته n ومساحته a وطوله l، المفروض ان معامل الحث الذاتي بيساوي ميو في a في n تربيع على l. بيقول لي وقلب معامل الحث الذاتي 2/10 اذا تم قص ربع لفات الملف. طيب خلينا نشرحها بالراحه كده. ده ملف قطعنا ربعه يتبقى 3/4، كده عدد اللفات قلت 3/4، كده الطول بتاعه قل 3/4 طول الملف نفسه، يعني ده بقى 3/4. يعني لو انا سالتك دلوقتي وقلت لك هات لي نسبه، فالنسبه بتاعت حضرتك هتبقى كالتالي: ال1 على ال2 بتساوي، طبعا الميو والمساحه ثابتين، يبقى n1 تربيع على ال1 n2 تربيع على ال2. تعال نشتغل. ال1 ب2/10، ال2 عايزينها
ان واحد كانت بواحد تربيع، هنا واحد. التانية بقت 3 على 4 تربيع وفوق 3 على الأربعة. دي فيها الواحد راحت مع دي فيها الواحد بقى لي كام؟ 3 ارباع. بقى الإجابة عندي 2 من 10 على ال2 بتساوي 4 على ال3. 2 من 10 في 3 ب6 من 10 على 4 يطلع 15 من 100. الإجابة رقم باء. في الشكل المقابل عند غلق المفتاح كي فإن إضاءة المصباح. أول حاجة نعملها في الأسئلة اللي زي دي يا أولاد إن إحنا نطلع التيار بتاعك عادي جدا. التيار بتاعك المستحث يبقى عامل كده، ده التيار العادي اسف بتاع البطاريه. نفس الكلام التيار ده عامل كده بالظبط. ده ملف هنسميه ملف ابتدائي وده ملف هنسميه ملف ثانوي. اشمعنى؟ اصل التغير هنا المفتاح ده لما يتقفل المقاومه قلت فالتيار زاد فالمجال زاد فالينز يقلله. يعني ايه يقلله؟ يعني يعمل تيار. وحلو قوي السؤال ده يا اولاد، يعمل تيار في الملف الثانوي عكس الملف الابتدائي. ملف ده كان نازل لتحت يطلع لمين؟ لاعلى. اذا الاضاءه عندنا تزداد بسبب ان الطريقين يبقوا مالهم مع بعض في نفس الاتجاه. ملفان لولبيان متداخلان اكس وواي. اذا زاد التيار في الملف اكس من 0 الى 10 امبير يبقى ده بالنسبه لي دلتا اي. خلال زمن يبقى ده دلتا تي. تولدت اي ام اف يبقى اكيد عايز معامل الحث المتبادل. اي ام اف بتساوي ام دلتا اي على الدلتا تي. يبقى 2 من 100 بيساوي ام في 10 على 1 من 10 ونطلع معامل الحث المتبادل. اذا كان عدد لفات الملفين اكس وعلى الترتيب احسب التيار في الفيض. اللي انا اعرفه طالما انت هتشتغل بالحث المتبادل يبقى الاي ام اف بتاعتك طالما الراجل جاب لك كلمه تغير يبقى بيساوي ان 2 دلتا فاي 1 على الدلتا تي في نفس الوقت بتساوي مين؟ سالب او ام اللي هو معامل حث متبادل دلتا اي على الدلتا تي بتاعت الملف هو الابتدائي. خلينا نطير الدلتا تي مع الدلتا تي. حلو كده؟ يبقى لي ان 2 بالنسبه له هو بتاع الثانوي. التيار الابتدائي هنا اكس يبقى الثانوي اللي هو كام؟ الثانوي بالنسبه لي اللي هو 100 في دلتا فاي 1 بتساوي الام اللي انت طلعتها من فوق في الدلتا اي اللي كانت بكام يا اولاد؟ ب 10 ونطلع من هنا مين؟ الدلتا فاي 1. تمام كده؟ كده يا اولاد نخش بقى على مين؟ على السؤال اللي بعده. بيقول لك اي الاجراءات التاليه لا ينتج عنه تولد قوه دفع كهربائيه مستحثه بملف موضوع داخل مجال مغناطيسي. الاي ام اف بتساوي ان دلتا فاي على الدلتا تي. لازم يكون في تغير مساحه صح. ترك الملف ساكنا داخل مجال مغناطيسي متغير. شفت الواد اللعيب قال لك مجال مغناطيسي متغير يعني في تغير. ترك الملف ساكنا داخل مجال مغناطيسي منتظم هي الاجابه الصحيحه. ده مش هيتولد عنها تيار مستحث خالص. اي الاجراءات التاليه يؤدي الى نقصان الاي ام اف تساوي سالب ان دلتا فاي على الدلتا تي. عايزك تقلل الاي ام اف المستحثه. زياده سرعه حركه السلك، استنى كده، من طرفي السلك السرعه الاي ام اف كمان في السلك بتساوي ايه؟ سالب بي ال في ساين الثيتا. لما تزود السرعه الاي ام اف هتزيد. يبقى دي غلط. زياده زمن تحرك السلك القطعي نفس المسافه. ما هو خد بالك الدي تي لما تزود الزمن الاي ام اف تقل فانا فكيت الفيل دي على التي. يبقى الاجابه عندنا هنا ملا هي الاجابه رقم د باء دي اللي هي مين؟ انك تزود الزمن بتاع التحرك بتاع السلك. توضح الاشكال التاليه تولد تيار مستحث اي في ملف نتيجه زياده او تناقص كثافه الفيض المغناطيسي المؤثر على ملف اي الاشكال ليس صحيحا استنادا لقاعده لينز. طب هو هنا مش كاتب ان مين بيزيد ومين بيقل فاحنا هنفترض هنفترض مثلا ان التيار هنا كان بيزيد بس هو لازم يكتب لي. فالسؤال ده يعني ايه مش كامل فخلاص مش هنحله لانه ناقص انه يقول لي مين بيزيد ومين بيقل بس هو ما قاليش يعني. طيب كده يا اولاد نخش على بقى مين؟ على شرح الباب الرابع او على مراجعه الباب الرابع سريعا كده. يلا يا اولاد بقى نتوكل على الله ونبدا الباب الرابع كده عشان نبقى هنا ايه الباب الثالث والرابع ان شاء الله. بص يا سيدي الباب الرابع كان بيتكلم على حاجه اسمها دوائر. التيار المتردد. بص يا سيدي دوائر التيار المتردد المفروض ان هم 6 دوائر. بس قبل ما اروح للدوائر بتاعه التيار المتردد لازم اعرف الاول ان في حاجه اسمها الاميتر الحراري. تمام كده؟ الاميتر الحراري ده قصته ايه؟ اولا ده جهاز بيستخدم لقياس حاجتين: قيمه التيار المستمر والقيمه الفعاله للتيار
المتردد. جميل الكلام ده. فكرة العمل بتاعته كانت قايمة على حاجة اسمها الأثر الحراري للتيار الكهربي. حلو كده؟ ده الفكرة بتاعت العمل بتاعته، إن هو قايم على حاجة اسمها الأثر الحراري للتيار الكهربي. طيب بعيدا عن كلمة الأثر الحراري للتيار الكهربي والكلام ده كله، إحنا عايزين بقى نتكلم في معلومة أهم. هو الجهاز ده كان بيتركب من إيه يا مستر بالراحة كده؟ الجهاز ده يا ولاد كان بيتركب من حاجة اسمها سلك مصنوع من سبيكة الإيريديوم البلاتيني، وده إحنا كنا بنجيبه ليه من الحاجة دي؟ عشان يتمدد بسرعة والتيار بتاعك يروح للقيمة العظمى بتاعته بسرعة. طيب وكان متوصل الناحية التانية بمسمارين كده، وفي النص فيه سلك أو خيط رفيع كده كان اسمه خيط مصنوع من الحرير، بكرة ملساء، في الآخر فينا ملف زنبركي مثبت في قاعدة الجهاز، والمؤشر بتاعك بيلف كده. كان كل القصة عشان هذا الجهاز يشتغل طبعا، وكنا بنحط له نوع أحيانا يعني عشان يقرا تيار أكبر شوية، حاجة اسمها مجزئ التيار بيتحط توازي مع السلك اللي من الإيريديوم البلاتيني. طيب عشان يتزن السلك أو يتزن المؤشر عند القراءة المحددة له، لازم يصل لحالة تسمى حالة الاتزان الحراري الديناميكي. حلو كده؟ وهي بقى الاتزان الحراري الديناميكي ده اللي هو تساوي الطاقة المكتسبة بالتيار مع الطاقة المفقودة بالحمل والإشعاع. يعني إيه؟ يعني أنا مدخله تيار من هنا هيطلع طاقة حرارية معينة، الطاقة الحرارية دي هتعدي في السلك، فالسلك يسخن، فلما يسخن يتمدد فيرتخي، فالمفروض إن هو يرتخي شوية كده، فملف الزنبرك ده يقوم شادد الحبل ومعاه البكرة، واحنا حاطين المؤشر هنا كده، فالمؤشر يدور يديلك قراية. بس عشان يستقر عند القراءة المعينة لا، لازم اللي داخله من هنا كطاقة يساوي اللي خارج من هنا كطاقة برضه. تمام كده؟ طيب كان التدريج بتاعه تدريج غير منتظم. ليه بقى؟ لأن القدرة الكهربائية كانت تتناسب تناسب طردي مع شدة التيار أو مربع شدة التيار ومع السيتا. يعني كنا ممكن نقول إن باور 1 على باور 2 بتساوي اي 1 تربيع على اي 2 تربيع بتساوي سيتا 1 على سيتا 2، وده عكس الاميتر العادي. الاميتر العادي كانت يا اولاد العزم الازدواج قلنا في الباب الثاني ان هو بيتناسب تناسب طردي مع التيار ومع السيتا، هنا بيتناسب تناسب طردي مع مربع شده التيار. يعني ايه؟ يعني لو انا حبيت ارسم التدريج بتاعه، وده الصفر بتاعنا، ودي الشرط بتاعتنا اللي موجوده ايه بالمنظر اللي قدامك ده، عايزين نحط بقى الواحد والاثنين والثلاثه والاربعه وهكذا. بص بقى، هنفترض ان دي اول شرطه وحاطين عليها 1 امبير، بما ان الباور تتناسب مع التيار، فلو هي 1 عملت شرطه. طب لو هي 2 هنحط مكان التيار 2، 2 تربيع ب4 يبقى انت تعمل 4 شرط، الصفر ما بتعدش، يبقى 0 1 2 3 4، فتحط هنا 2 امبير، يبقى انت عايز تحط الثلاثه يبقى تعد 9 5 6 7 8 9، تحط هنا كام؟ 3 امبير. يبقى القراءات بتتزاحم بجوار الصفر وتتباعد كلها بتعدل عن الصفر، وده عكس الاوميتر. يبقى انا كده عندي جهازين في المنهج تدريجهم غير منتظم. الاولاني هو الاميتر او الاوميتر، والثاني هو الاميتر مين؟ الحراري. ده بالنسبه لي طبعا في الجهاز ده كان عنده عيب خطير، عنده حاجه اسمها الخطا الصفري. فعشان هو كان عنده خطا صفري كنا بنعمل ايه؟ لما بنيجي هنا كده بنروح نجيب لوحه التدريج كمان اللي محطوط عليها المؤشر بتاعنا، بنجيبها من نفس الماده بتاعت السلك، عشان لما السلك يتمدد كمان اللوحه تتمدد بنفس المقدار. طيب ايه بقى قصه دوائر التيار المتردد يا مستر؟ انت بس كنت لازم في اول الباب تعرف الجهاز المستخدم لقياس القيمه الفعاله او التيار المتردد في العموم. الدوائر بتاعتك 6 دوائر، دايره فيها ار، دايره فيها ال، دايره فيها سي، دايره فيها ار وال مع بعض، دايره فيها ار وسي مع بعض، دايره فيها ار وال وسي مع بعض. كل دايره من دول المفروض تعرف عنها شويه معلومات كده. ايه المعلومات؟ خلينا يعني ايه انا اظبط لك بس الفرق بين الار والال الاول عشان هم شبه بعض. الار يعني دايره قايمه على عنصر اسمه المقاومه. ال يعني دايره قايمه على عنصر اسمه الملف. ده بيطلع ار، ده بيطلع حاجه اسمها مفاعله حسيه كان اسمها اكس ال. الار كان قانونها رو اي في ال على ايه من الباب الاولاني او في على اي، بس لا تتوقف على في ولا اي طبعا. الاكس ال بتساوي برضو في على اي، وفي نفس الوقت بتساوي 2 باي اف ال، حيث ليه ده معامل حس الذات اللي احنا عارفينه يا اولاد. طيب ولا تتوقف على الفي ولا الاي، ونفس الكلام الناحيه الثانيه. طيب دي اسمها المفاعله الحسيه، اسمها المقاومه الاوميه.
طب من الملحوظات اللي لازم تعرفها، طبعا انت عارف التوالي هنا والتوالي هنا، الاثنين يا جماعه بيتعاملوا نفس المعامله. التوالي عادي الار توتال هتساوي ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3 وهكذا. التوالي عادي هنا اكس ال توتال هتساوي اكس ال 1 زائد اكس ال 2 زائد اكس ال 3. بس لازم تحط في بالك معلومه مهمه، اللي هي ان ممكن السؤال يجي لك بمعلوميه الاوم فتحل ده عادي، بس اغلبيه الاسئله بتيجي بالهنري، فساعتها ال توتال بتساوي ال 1 زائد ال 2 زائد ال 3 عادي جدا، اللي هو لو اديت لك معامل حس الذاتي الاولاني ب5 ب6 وهكذا. طيب بالنسبه لفرق الطور، طبعا التوازي هنا توازي، يبقى 1 على ار توتال، 1 على ار 1، 1 على ار 2، 1 على ار 3 وهكذا. هنا 1 على اكس ال توتال بتساوي 1 على اكس ال 1 زائد 1 على اكس ال 2 وهكذا. طيب ملحوظه في غايه الاهميه بقى، في حاجه اسمها فرق الطور. في المقاومه فرق الجهد يتفق في الطور مع التيار والزاويه ما بينهم صفر. في الملف فرق الجهد يتقدم على التيار والزاويه ما بينهم كام درجه؟ 90 درجه. تعال نبص على الحته دي كده. حضرتك انت عارف ان لو انا عندي دايره فيها مقاومه زي ما انت شايف كده، لو انا عندي دايره فيها مثلا يا اولاد فيها مقاومه زي دي كده، تمام؟ في الحاله اللي زي دي لو خدنا بالنا هنا هتلاقي ان فرق الجهد في نفس طور التيار، عشان كده الزاويه بتاعتهم بكام؟ بصفر زي ما انت شايف. اللي اهم من ده كله بقى حاجه هنا مهمه قوي يا اولاد، اللي هي ايه؟ ركز بقى معايا في الحته اللي جايه دي عشان مهمه قوي. لو انا وصلت لك دينامو مع مقاومه، ووصلت لك دينامو مع ملف، وسالتك على قيمه التيار في حاله الدينامو، بص التيار في العادي بيساوي في على ار، بس لو بقى دينامو بقى اسمه اي دينامو في في دينامو. نفس الكلام، اي هتساوي في على اكس ال. هنا الاي هتساوي في ماكسيموم ساين الثيتا على ار. هنا الاي هتساوي في ماكسيموم ساين الثيتا على الاكس ال. فك لي كده يا محترم، الفي ماكسيموم هي عباره عن ان اي بي اوميجا ساين الثيتا على ار. الناحيه الثانيه ان اي بي اوميجا ساين ثيتا، والاكس ال قانونها 2 باي اف ال. ركز لي كده يا محترم، تلاقي ان التردد هنا يتناسب تناسب طردي مع التيار. فلو سالتك التيار علاقته ايه بالاف تقول لي علاقته طرديه، ولو سالتك هنا التيار علاقته ايه بالاف تقول لي علاقته ثابته. ليه؟ عشان التردد ده هيروح مع التردد اللي فوق. معايا يا بيه؟ معاك يا مستر. طيب هنا بقى في معلومه مهمه بقى، لو انا سالتك بالمره هي الار تتوقف على التردد؟ لا. طب الاكس ال تتوقف على التردد؟ طبعا. والعلاقه علاقه ايه؟ طرديه زي ما انت شايف كده. الراجل هنا قال لك لو انا عندي هنا اي دينامو والتردد، العلاقه هنا علاقه ايه؟ طرديه زي ما احنا قلنا هنا اهو. قال لك لو الار مع التردد علاقه ايه؟ ثابته، انما فارق الجهد والتيار متفقين مع بعض فين؟ في الطور زي ما انتم شايفين كده. حلو كده؟ ده بالنسبه لمين؟ الراجل يعني بيشرح لك ان احنا ليه بنرسم الفي فوق والاي تحت، الكلام ده ما يجيش في امتحان لا تقلق يعني. طيب بعد كده الدايره الثانيه اللي هي بتاعت ال سيركت، المفروض ان ال هنا الاكس ال بتساوي اوميجا في ال او 2 باي اف ال، اي بتساوي في على اكس ال وهكذا. فرق الجهد بيسبق التيار بربع دوره، ده بيتقدم. فرق الجهد بيتقدم مش بيتاخر يا جماعه. الفي بيتقدم على التيار بربع دوره اي كام؟ 90 درجه. دي غلطه مطبعيه يا جماعه، فرق الجهد ماله؟ بيسبق. طيب لو خدنا بالنا من هنا من الحته بتاعه الاي اللي لسه قايلينها من شويه، هتلاقي فعلا ان الاي بتاعه الدينامو مع التردد علاقه ايه؟ ثابته زي ما قلنا، ولكن الاكس ال علاقه طرديه. ولكن هتلاقي هنا ان فرق الجهد فوق اهون والتيار تحت، دي بس كانت مكتوبه غلط، انما فرق الجهد هنا ماله؟ بيسبق التيار بكام؟ ب 90 درجه. طيب مفاعل الحسيه عرفنا بتوقف على ايه؟ في حاله التوالي بنشتغل عادي، في حاله التوازي بنشتغل عادي، وده هنشوفه كمان شويه. بيقول لك هنا ايه بقى؟ امتى تكون الاكس ال بصفر؟ لو التردد بصفر، يعني في التيار مستمر مثلا. طيب امتى بيكون ما لا نهايه في التردد العاليه جدا زي ما انت شايف؟ بعد كده نروح للدائره رقم 3 وهي مين؟ دائره المكثف. المكثف كان عباره عن ايه؟ بص يا محترم كده عشان دائره السي دي مهمه قوي. في شويه ملحوظات لازم تعرفها عن المكثف. المكثف
لا يعمل باستخدام التيار المستمر إلا لفترة قصيرة ثم ينعدم عند تمام شحن المكثف. يعني انا بيه لو رحت جبت لك مكثف بالمنظر ده ووصلته بمصدر تيار مستمر، كان ايه اللي بيدور يا مستر؟ اقول لك ده قطب موجب وده قطب سالب، تتراكم هنا شحنات موجبه وتتراكم هنا شحنات سالبه، فيزداد فرق جهد المكثف تدريجيا حتى يتساوى مع فرق جهد المصدر، فساعتها التيار يساوي كام؟ صفر. يعني لو انا كنت حاطط هنا لمبه تنور تنور وتطفي على طول، لانه بيشتغل ايه؟ لفتره قصيره بس. يبقى ده اول معلومه. خلي بالك ان سعه اي مكثف بتساوي كيو على في، وده القانون الاشهر لما اجيب لك مكثف مع تيار مستمر. مهم قوي السؤال ده يا جماعه، لو جالي مكثف في الامتحان واداهولك مع تيار مستمر، القانون الوحيد اللي بيحل السؤال ان السي بتساوي كيو على في، حيث السي دي مين؟ سعه المكثف، الكيو كميه الشحنه الكهربائيه، الفي اللي هو مين؟ فرق جهد المتراكم عليه. فلو خدت بالك هنا المكثف هو عباره عن لوحين معدنيين متوازيين، سعه المكثف سي بتساوي كيو على في، وخلي بالك ان سعه المكثف لا تتوقف على الكيو ولا الفي. من المعلومات اللي لازم تعرفها يا محترم ان السي بتساوي كيو على في، ولكن لو الكيو زادت فرق جهد ماله؟ بيزيد. عايزك بس تبص لي في حته هنا مهمه قوي اثناء شحن المكثف. المكثف يا جماعه لو انا وصلته بمصدر تيار متردد بالمنظر ده كده، ادي مكثف وده مصدر تيار متردد، الطبيعي دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ التيار المتردد بيبقى في الربع الاولاني هنا موجب وهنا سالب مثلا، فتتراكم هنا شحنات موجبه. يبقى في الاول كان فارق جهد بصفر، فالمكثف كان محتاج فيفضل لحد ما يزيد للقيمه العظمى، بعد كده يرجع يقل، بعد كده يرجع يزيد، وهكذا بالمنظر ده. حلو قوي الكلام ده. فبص لي هنا كده على الحته بتاعت المكثف والشحن والتفريغ بقى. لو انا معايا هنا يا جماعه مكثف كان فاضي، ففي الاول انا عايز اشحنه، فانا بديله في جهد، فبيفضل الجهد يزيد زي ما انت شايف كده لحد ما يبقى قيمه عظمى. بعد شويه المكثف اتملى وبقى شحنته 100%، يرجع تاني يفرغ ويصرف في الدايره الربع الثاني، بعد كده يرجع يتشحن تاني، بعد كده يرجع يتفرغ تاني زي ما انتم شايفين كده. ده المنظر بتاعه، والرسمه دي في غايه الاهميه. فخلي بالك بس من الرسمه اللي بتيجي في الامتحان، انه لو جاب لك رسمه زي دي كده وقال لك قول لي بعد ربع دوره من دلوقتي اللي هيحصل، هو دلوقتي المكثف مشحون، يبقى انت هتبدا الشحنه من القيمه العظمى، فساعتها الشحنه لما تبقى قيمه عظمى بعد ربع دوره تبقى بكام؟ بصفر، ترجع تاني يتشحن وهكذا. فلو رسم لك الرسمه عليها موجب وسالب كده، يبقى المكثف معناها انه مشحون. مهمه المعلومه دي واحنا بنحل برضه هتشوفها. طيب هنا كان عندك حاجه اسمها اكس سي، ودي بتساوي 1 على 2 باي اف سي. ايه رايك نوصل ونجيب التيار بتاع الدينامو مع المكثف؟ المفروض ان الاي هتساوي ان اي بي اوميجا ساين الثيتا على 1 على 2 باي اف سي. مقام المقام بسط، بقت الاي تتناسب تناسب طردي مع مربع الاف، فساعتها الاي كده، الاف كده، الرسمه كده، او ساعتها الاي كده، الاف كده، تربيع الرسمه كده. طب بالنسبه بقى للاكس سي، الاكس سي علاقتها مع الاف علاقه عكسيه، لان الاكس سي كانت بتساوي كام؟ 1 على 2 باي اف سي. وهنا بقى يا اولاد التيار هو اللي بيتقدم على فرق الجهد بربع دوره، اللي هو كام درجه يعني؟ ب 90 درجه. فبص لي هنا كده يا بيه، هتلاقي التيار فوق، فرق جهد تحت، ففرق الجهد هو هنا اللي ماله؟ اللي متاخر. المفاعله السعويه هي اكس سي وبتساوي 1 على 2 باي اف سي، وبرده بتتقاس بالاوم ولا تتوقف على الفي ولا يعني هي ده قانونها بس ما توقفش عليها. اهو الاكس سي مع السي عكسي، الاكس سي مع الاف ايه؟ عكسي. الاكس الاي مع الاف طردي، او الاي مع الاف في حاله الدينامو كده، ده طبعا في حاله الار، في حاله ال، في حاله مين؟ في حاله السي. تمام كده. خلينا نبص بقى على مين؟ على الدايره اللي بعد كده، وهي دايره مين؟ او الاول نشوف التوالي والتوازي بتاعها. طبعا طول ما انت بتتعامل مع مكثف والمكثف هيقيس اكس سي، فالاكس سي يا اولاد بتتقاس بالاو، خلاص. ولكن لو انت اديتني سي اللي هو سعه المكثف اللي هي بتتقاس بالفراد، ساعتها حضرتك انت لو خدت بالك هنا ده قانون توالي حاطين جواه قانون التوازي، يعني احنا بنقلب التوالي توازي. اما في قانون التوازي بنقلبه ايه تاني؟ بنقلبه توالي زي ما انت شايف كده. تمام كده.
بعد كده بقى هتلاقي عندك ازاي بتحسب الاكس ال توتال واكس سي توتال والكلام الفاضي ده بتاع تجزئه التيار. انت بتتعامل في الباب ده زي كانك بتتعامل في الباب اللي هو في الباب الاولاني بالظبط. طيب لو انا معايا بقى الدايره بتاعه الار، خلينا نحط الدايرتين دول برضو جنب بعض عشان الدايرتين دول بيتقارنوا ببعض. لو انا عندي دايره ار جنبها ال مع مصدر تيار متردد، وعندي هنا ار جنبها سي مع مصدر تيار متردد، حضرتك لو ده كان التيار بتاع حضرتك في المنظر ده في كله، لو نتذكر كده كان في المقاومه فرق الجهد بيتفق مع التيار، اما فرق الجهد في الملف كان بيسبق التيار. فرق الجهد في المقاومه متفق مع التيار، بس فرق الجهد في المكثف كان ماله بيتاخر. يعني لو انا رسمت رسمه هنا كده ده التيار، فهتلاقي فرق جهد المقاومه هنا وفرق جهد الملف فوق وفرق جهد الكلي كان في النص كده. اما هنا لو انا رسمت هنا التيار، عفوا نمسح دي كده، لو انا رسمت ده التيار فهتلاقي فرق جهد المقاومه هنا، فرق جهد المكثف تحت، فكانت الرسمه كده حلو كده. ده كان فرق جهد الكلي، واضح جدا هنا ان التيار هنا وفرق جهد الكلي هنا، ففرق جهد هنا بيتقدم على التيار بس بزاويه سيتا. السيتا بتتراوح من الصفر لل90. هنا بقى التيار هو اللي بيتقدم بزاويه سيتا، وبرده السيتا بتتراوح من كام؟ من الصفر لل90. بس خد بالك الزاويه هنا بتبقى سالبه والزاويه هنا بتبقى مالها موجبه. المره دي مفيش حاجه اسمها مفاعله، في حاجه اسمها معوقه. المعوقه زد هنا بتساوي الجذر التربيعي لاكس سي تربيع زائد ار تربيع، والمعوقه هنا بتساوي الجذر التربيعي لاكس ال تربيع زائد ار تربيع. فرق جهد الكل بيساوي الجذر التربيعي الفي سي تربيع زائد في ار تربيع. فرق جهد الكل بيساوي في ال تربيع زائد في ار تربيع. يعني مش من العقل خالص ان انا اجيب لك دايره فيها ار وال وتقول لي ان فرق جهد بتاع المقاومه زائد فرق جهد الملف يساوي فرق جهد الكل، مفيش الكلام ده، لازم تاخد الجذر. لو عايز بقى تجيب زاويه الطور تان سيتا كانت بتساوي ايه؟ اكس ال على مين؟ على ار. هنا اكس سي على ار بس بالسالب، او سالب في سي على في ار. هنا تان سيتا هتساوي سالب او عفوا اكس ال على ار او في ال على في ار. طبعا الكلام ده كله هتلاقيه موجود هنا هون. حضرتك انت لو حبيت تجيب الزد ده الزد، هنا الزد نفس الكلام، هنا بتساوي في على اي طبعا. هنا كنا لو حبينا نجيب زاويه الطور اللي هو فيها اصلا فرق جهد بيسبق، كاتب لك هنا هيتاخر طبعا فرق جهد بزاويه ايه؟ حاده موجبه. اما هنا فرق جهد بيتاخر عن التيار بس بزاويه حاده برضو بس مالها سالبه. وخلي بالك هنا ان اللي بيحصل في الار بيحصل مع مين؟ مع الار، واللي بيحصل مع الار وسي. بس هنا في ملحوظه، لو جالك دايره ملف متصل مع تيار مستمر، تاكد ان مخبي جواه مقاومه تحسب من ان الار بتساوي في على اي. هتقابلك واحنا بنحل ان شاء الله، وخصوصا في الحصه يعني. طيب بعد كده عندك هنا يا استاذ الدايره اللي فيها ار وال وسي. ادي الار، ادي ال، ادي السي. زي ما عملنا في الدايره اللي قبلها نعمل في دي. لو ده التيار فده التيار فده التيار. وخد بالك ان احنا بنشتغل الدوائر دي كلها توالي بس، يعني مفيش توازي. طيب لو سالتك بقى فرق جهد المقاومه مع التيار، فرق جهد الملف سابق التيار، فرق جهد المكثف تحت كده. فلو ده التيار ده في ال ده في سي، فلو لميناهم يبقى هنا في اي فوق في ال ناقص في سي، ففرق جهد كانت كده. فلازم تخلي بالك دي قوانين وتعويض مباشر لا تقلق يعني. فالفي بتساوي الجذر التربيع لفي ال ناقص الفي سي الكل تربيع زائد في ار تربيع، وبالتالي الزد هتساوي الجذر التربيع الاكس ال ناقص اكس سي الكل تربيع زائد ار تربيع. ده داخل الامتحان معاك القوانين دي في كتاب المفاهيم لا تقلق برضه. فحضرتك لو حبينا نجيب التان سيتا هتساوي في ال ناقص في سي على في ار، او اكس ال ناقص اكس سي على ار. السؤال بقى هنا مين بتقدم على مين؟ قال لك والله بص، يعني انا هكلمك باللغه اللي كل الناس بتفهمها فيها. دلوقتي انا عندي اكس ال واكس سي وار، هيبقى عندك حاله من ثلاثه. يا اما الاكس ال
اقل من الاكس سي، يا اما الاكس ال في الدايره اكبر من الاكس سي، يا اما الاكس ال بتساوي الاكس سي. لو الاكس ال اقل يبقى الدايره لها خواص سعويه لان الاكس سي هي اللي غالبه، فساعتها هتلاقي الزاويه سالبه، والزاويه زي ما قلت لك هيبقى لها خواص ايه؟ سعويه. طب لو الاكس ال ساوت الاكس سي هتبقى الدايره لها خواص سؤوميه لان ساعتها الاكس ال هتروح مع الاكس سي، فساعتها هتلاقي الدايره ما فيهاش غير ايه؟ مقاومه بس، فساعتها الزاويه بتاعتك هتكون بصفر، يعني ما حدش بيتقدم على حد. يبقى هنا كان مين اللي بيسبق؟ هنا التيار كان بيتقدم على فرق الجهد، لان اي حاجه فيها مكثف في المطلق التيار اللي بيسبق. هنا فرق الجهد يتفق مع التيار. طب هنا بقى الدايره هيبقى لها خواص حسيه والزاويه هتطلع موجبه، وساعتها فرق الجهد بيسبق التيار بزاويه، هنا طبعا بزاويه سيتا وهنا بزاويه سيتا طبعا يا اولاد. حلو كده؟ خلي بالك بقى من المعلومات اللي هتتقال لك دي يا استاذ. لو انا فرضت بقى انا عايز ارسم شويه رسومات كده، الرسمه اللي كانت مهمه قوي واحنا شغالين، لو انا قلت لك قول لي هي علاقه الار بالتردد علاقتها ايه؟ قلنا ان هي علاقه ثابته. ماشي. طب لو انا سالتك العلاقه بتاعت الاكس ال فكنت بتقول الاكس ال علاقه طرديه. طب الاكس سي يا مستر علاقه عكسيه. كان عندنا بقى دي رسمه الزد ودي رسمه مين؟ التيار. حلو قوي. لو انا بقى بصيت دلوقتي على اللي انت شايفه قدامك ده هتلاقي الحته اللي قدامك دي كده فيها حاجه مهمه قوي، ان الاكس ال ساوت الاكس سي، وبالتالي الزد هنا هتساوي مين؟ هتساوي الار. فتعال الاول نراجع قبل ما نروح للحته بتاعت دايره الرنين نشوف القصه دي. قال لك لو انت عندك دايره فيها ار وفي ال وفي سي، فهنا الزد بتساوي زي ما انت شايف كده الاي بتساوي في على زد، المفروض ان التان سيتا بتساوي في ال ناقص في سي على في ار، او اكس ال ناقص اكس على مين؟ على ار. فالفي هتساوي الجذر التربيعي الفي ار تربيع زائد في ال ناقص في سي لكل تربيع. حلو قوي. قال لك هنا تتاثر زاويه الطور بتغير قيم المفاعلات الحسيه والسعويه، فعندما في ال اقل من الفي سي او الاكس ال اقل من الاكس سي، ده اللي احنا لسه قايلينه من شويه، امتى الزاويه تكون موجبه، امتى الزاويه تكون صفر، امتى الزاويه تكون ايه؟ سالبه. احنا قلنا الكلام ده في بدايه الباب، ان في الدايره بتاعت ار ال ار سي ار ال سي القدره لازم نشتغل فيها قيم ايه؟ فعاله. يعني انت لو خدت بالك هي القيم الايه؟ الفعاله. قلنا برضو من ضمن الملاحظات عند توصيل ملف حسب مصدر مستمر تم استبداله بمصدر متردد مع المصدر المستمر يعامل الملف كمقاومه، وبعد كده نشتغل ونطلع الزد زي ما انت شايف. طيب نبص على اخر جزء وهو الدايره المهتزه ودايره الرنين اللي بيقول لك ايه بقى؟ دي الرسمه اللي لسه شارحها حالا اللي هي قدامك دي. لما يا جماعه الاكس ال بتاعتنا بتساوي الاكس سي بيكون الدايره في حاله رنين. انا شغلتي بقى في الحالات اللي زي دي اعرف ايه؟ بص يا عم، ملخص الكلام ده كله، حاله الرنين هي الحاله اللي انت تتمنى ان كل مسائل تكون عندها. حاله بيكون عندها الاكس ال بتساوي الاكس سي، الزد بتساوي الار، الفي ال بتساوي الفي سي، الفي توتال هي اياها الفي ار، السيتا بتساوي صفر، الداله لها خواص اوميه، التيار بيساوي قيمه عظمى، الزد بتكون اقل ما يمكن وبتساوي الار، وساعتها القدره المستهلكه بتكون اكبر ما يمكن. دي كلها معلومات لو انا جالي سؤال في حاله الرنين، يبقى انا عشان اعرف الدايره في حاله الرنين ولا لا اسال الاكس ال بيساوي اكس سي ولا لا. وخد بالك ساعتها الفي ال ناقص الفي سي بتساوي صفر، ودي من الحاجات المهمه برضو. ساعتها بيبقى في تردد اسمه تردد الرنين وبيساوي 1 على 2 باي جذر ال سي. ملحوظه هنا قبل ما نروح للحته بتاعت اللي احنا نقرا لك الكلمتين دول، الدايره اللي كانت بتبعت الاشاره كان اسمها دايره مهتزه، والدايره اللي كانت بتستقبل الاشاره كان اسمها دايره رنين. يبقى دي تستخدم في دوائر الارسال ودي تستخدم في دوائر الاستقبال. لازم تردد دي يساوي تردد دي عشان الدايره تشتغل. ما تنساش بس ان الدايره المهتزه كانت تسمى بالدائره المضمحله، وكان التيار فيها يا جماعه بيبقى منظره عامل كده بسبب مقاومه الاسلاك ومقاومه الملفات. جميل كده؟ تعال نبص على الكلام اللي احنا قلناه ده كده. قال لك لما الدايره بتكون في حاله رنين اكس اللي بتساوي سي تتلاشى كل منهما تاثير الاخرى، الفي اللي بتساوي الفي سي، الفي توتال بتساوي الفي ار. هتلاقي هنا يكون للدايره اقل معوقه، يكون للدايره اكبر تيار، التيار بيتفق في الجهد طبعا الزاويه بسيتا بصفر. تردد الرنين هو تردد الدايره بتاعت المصدر هو تردد الدايره المهتزه، وده القانون بتاعك. ولو جالك سؤال ما بين المقارنه بين مقاومتين او بين ترددين يبقى ده القانون بتاعك. انت بس لازم تبقى باصص على الحته بتاعت الدايره المهتزه بتاعت البياني عشان بيجي عليها اسئله، دي هترجعها انت مع نفسك وتبقى عارف ان دي اسمها الدايره المضمحله وده شكلها.
وكده يبقى احنا خلصنا الباب الرابع. بينا بقى نحل عليه شويه اسئله عشان ايه نختم الباب ده ان شاء الله. توكلنا على الله يا جماعه، يلا نشتغل ونحل الايه الجزء اللي هي الاسئله الخاصه بالباب الرابع. السؤال الاولاني بيقول لي في الاميتر الحراري عند استبدال سلك البلاتين والإيريديوم بسلك اخر من معدن معامل التمدد الحراري له اقل وامرار نفس شده التيار فيه، فان قراءه الجهاز. مبدئيا تعالى نرجع كده لمرجوعنا تاني. لو انا عندي هنا السلك بتاع الإيريديوم البلاتين اللي كنا بنتفق عليه، لو انا دخلت له تيار ايا كان قيمته 5 امبير مثلا، هو هيعدي في السلك يا جماعه شغلته في الحياه ان هو يتمدد بس بسرعه، ولكن الجهاز كده كده هيديك القرايه اللي انت عايزها. يعني بمعنى اصح ان القراءه بتاعت الجهاز لا تتغير، لان معامل التبادل الحراري بتاع البريتين والإيريديوم عايزه بس يسخن بسرعه، بس مش اكتر من كده. السؤال الثاني بيقول لي دايره تيار متردد تتكون من مقاومه اوميه او مقاومه قيمتها كذا، يبقى ده مين؟ المقاومه ب 100، دي مين؟ الار. وملف يبقى ده الاكس ال، يبقى دي الار ودي الاكس ال. ومكثف ساعته سي مايكرو فاراد متصله على التوالي بمصدر جهده الفعال، يبقى ده الفي. يبقى انا معايا دايره فيها كده ار وال وسي، والتردد بكذا، فان سعه المكثف التي تجعل شده التيار اكبر ما يمكن. كلمه شده التيار اكبر ما يمكن من خواص دايره الرنين لسه قايلين من شويه، وبناء عليه انت ممكن تقول لي ان الاكس ال بتساوي الاكس سي، وانت عايز مين؟ سعه المكثف يبقى بتساوي 1 على 2 باي اف سي. حلو كده؟ يبقى لو انا عايز اجيب السي هتساوي 1 على 2 باي اف اكس ال، عشان الاكس ال هي الاكس سي هنا. يبقى سي هتساوي 1 على 2 باي التردد 280 على 11 في ال بتاعتك بكام؟ الاكس ال بتاعتك بكام؟ ب 125. الكلام ده تقريبا يطلع كام؟ يطلع 50 مايكرو فاراد، اللي هي الاجابه رقم ج. دايره رنين زادت سعه مكثفها للضعف. طالما دايره رنين يبقى نكتب القانون اف بتساوي 1 على 2 باي جذر ال سي. شوف يا سيدي، الراجل بيقول لك سعه المكثف زادت للضعف، يبقى انا دلوقتي هعمل ايه؟ هشيل السي واحط مكانها كام؟ 2، وقل معامل الحس الذاتي الكام؟ للتمن. تمن في 2 بربع من تحت الجذر يطلعوا نص، يبقى كده الاف تزداد الى الضعف، فالاجابه رقم ا. 3 ملفات حس مهملة المقاومة الأومية متصلة معا كما بالشكل التالي. إذا كانت القيمة الفعالة للتيار المار في الدايرة 5 أمبير، يبقى ده الأي بتاعتك. بإهمال الحس المتبادل بين هذه الملفات، فإن قيمة معامل الحس الذاتي اللي تساوي كام؟ أنت معاك 3 ملفات متصلين كما بالشكل، الشكل ده يا جماعة اللي هو ده. معلش الرسمة بتاعته تحت فناخدها من تحت كده. أنت عايز من هنا مين؟ ال. مبدئيا أنا معايا التيار ب5 ومعايا الفي ب 200، يبقى الفي على الأي بتساوي الاكس ال توتال. طب الفي بكام يا مستر؟ ب 200، الاي ب5، يطلع الكلام ده ب 40 اوم اللي هو بيساوي الاكس ال. طيب ما الاكس ال اصلا قانونها ايه؟ قانونها 2 باي اف ال توتال. تعال نجيب اف توتال وبعد كده نخش هنا نشوفهم يطلعوا بكام. الاكس ال بتاعت حضرتك بكام يا محترم؟ ب 40. 2 باي 22 على 7. الاف ب 100 على باي في ال توتال، تطلع ال توتال بتاعت حضرتك ب 2 من 10 هنري. يبقى انت محتاج ان دول كلهم يطلعوا كام؟ 2 من 10. يبقى انت تحط هنا كام يا اولاد؟ 6 من 10 عشان يبقى 3 من 10 و6 من 10 يطلعوا لك كام؟ 2 من 10. فالاجابه هنا تبقى رقم د اللي هي 6 من 10. دايره تيار متردد ار ال، قيمه معامل الحس الذاتي اللي هو ال، والمقاومه كذا. مصدر تيار متردد جهده الفعال 200، يبقى ده مين؟ في، وتردده ده اف. فان قيمه كل من المعوقه وشده التيار. مبدئيا انا معايا ال ومعايا الار، فبسم الله الرحمن الرحيم كده ممكن نجيب مين؟ ممكن نجيب الاكس ال، ومن الاكس ال نجيب الزد. تعالى كده نجيب الزد. الزد بتساوي الجذر التربيعي لاكس ال تربيع زائد ار تربيع، يبقى الزدايه بتساوي الجذر التربيعي اكس ال اللي هي 2 باي اف ال 2 باي التردد بكام عندنا يا بابا؟ 50. ال بتاعتك ب4 من 10 على باي الكل تربيع، زائد الار بتاعتك تربيع اللي هي بكام؟ ب 30. دول 40 ودول 30 يطلعوا لك 50 اوم. اذا الزد بكام؟ ب 50. لو حبينا نجيب التيار يعني اي بتساوي في على زد، يبقى 200 على 50 تطلع 4 امبير، فالاجابه تبقى رقم د هي الاجابه الصحيحه.
السؤال اللي بعده بيقول لي تعتمد فكره الاميتر الحراري على، طبعا احنا قايلين من شويه هو التاثير الحراري للتيار الكهربي، فالاجابه تبقى رقم د. يوضح الشكل دايره مهتزه عند لحظه t بتساوي صفر. ما الشكل الذي يعبر بشكل صحيح حالة الرنين عند اللحظة t بتساوي 3t على 4، حيث t هو مين؟ هو الزمن الدوري للاهتزاز. طيب بص يا سيدي، في الوضع الحالي أنا لو سألتك دلوقتي المكثف مشحون ولا مش مشحون؟ لسه قايل لك من شوية، لو لقيت المكثف عليه شحنة يبقى الشحنة بتاعتك مالها؟ قيمة عظمى. جميل. بعد شوية يبدأ يقل ويزيد ويقل ويزيد بالمنظر اللي قدامك ده. الراجل بيقول لك بعد 3/4 الزمن الدوري، هو في الربع الاولاني او في اول نقطه كان مشحون، ده ربع دوره، ده الربع الثاني، ده الربع الثالث، يبقى كده كميه الشحنه بتاعته هتبقى بكام؟ بصفر. يبقى ده غلط وده غلط. ولكن بقى اللي كان بيصرف في الدايره هنا كان مين؟ كان المكثف. فالمكثف هنا اللي هيبدا يصرف على الدايره في المنظر ده، فالملف هنا اللي يصرف، فالمكثف هنا اللي يصرف تاني، فكده المكثف بتاعي بيخرج شحنته زي ما انتم شايفين، فالمفروض ان الشحنه بتاعته مالها؟ تفضى. فانا محتاج دلوقتي ان الطريق يروح لها، فالاجابه تبقى رقم دي. دايره رنين تستقبل موجه اذاعيه ترددها اف. لكي تستقبل موجه اذاعيه ترددها 3 اف يجب ان، طالما رنين يبقى اف بتساوي 1 على 2 باي جذر ال سي. انت عايز تخلي دي 3 اف. حلو كده. هل انقاذ سعه المكثف للثلث؟ طبعا لا، يبقى ده غلط. انقاذ سعه المكثف للتسع؟ طبعا صح، ان التسع تطلع تلت من تحت الجذر، يبقى ده 3 اف، يبقى الاجابه رقم ب اجابه صحيحه. خد بالك اول ما اقول لك دايره رنين، دايره استقبال، دايره ارسال، اي حاجه من الحاجات اللي زي دي، يبقى دي الاجابه على طول. يوضح الشكل جهاز الاميتر الحراري يتم توصيل المجزئ بين النقطتين مين ومين؟ طبعا احنا بنحط المجزئ ما بين طرفي السلك. ليه؟ لزياده شده التيار المقاس، عشان الجهاز يقيس تيار اكبر يعني، فهنوصله ما بين مين ومين؟ بين اكس وزد. يوضح الشكل جزء من دائره كهربائيه مكونه من مجموعه من ملفات الحث، فان قيمه الحث الذاتي المكافئ تساوي ادي ال 20 و12 و10 دول كلهم توالي، 20 و12 يبقى 32 و10 42، يبقى ناخد 42 في 7 على 42 زائد 7. الكلام ده يطلع كام؟ الكلام ده غالبا يطلع 6. 6 و8 و4 6 و4 10 و8 18، يبقى اجابه عندنا 18 هنري. باستخدام البيانات بالدائره RCL الموضحه بالشكل، عايزك تجيب له قيمه المعوقه وزاويه الطور. الزد في العادي بتساوي الجذر التربيعي لاكس ال ناقص اكس سي الكل تربيع زائد ار تربيع. بصوا يا اولاد، الاكس ال والاكس سي هنا الاكس ال اكبر من الاكس سي، اذا الدائره لها خواص حسيه، يبقى فارق الجهد بيتقدم على التيار، يبقى زاويه على طول موجبه. شفت انا جبت لك كل الخصائص دي مجرد ما بصيت هنا بس. يبقى الزد هتساوي الجذر التربيعي اكس ال 7 اكس سي 3 الكل تربيع زائد 3 تربيع. 4 و3 تربيع يطلعوا كام؟ 5. فالاجابه يا اما الف يا اما ج. وانا ممكن اخدها بالاستبعاد كده ان الزاويه هتكون مالها موجبه، فالاجابه تبقى رقم الف على طول من غير ما نتعب نفسنا. السؤال اللي بعده، الشكل المجاور يوضح تدريج اميتر حراري واربع تغيرات في قراءه التيار المار خلال. ماشي، طالما ده اميتر حراري يا جماعه، فهو لو انا رسمت بره كده التدريج بتاعه اللي قلنا عليه من شويه، لو ده الصفر ده الواحد امبير، فتلاقي ان 2 امبير عند الشرطه الرابعه، تلاقي هنا ده 5 6 7 8 9، فتلاقي 3 امبير هنا. ده يا جماعه التيار من هنا لحد هنا. السؤال بقى هنا، حضرتك دلوقتي الزاويه دي مش قد الزاويه دي، من الواضح ان الزاويه دي اكبر من دي. طب لو انا قسمتهم زوايا قد بعض، لو هنا واحد تفتكر هنا يبقى كام؟ يبقى انا واحد وتقريبا 3 من 10 تماما كده تماما كده، وبعد كده تلاقينا في واحد تقريبا و8 من 10. فالراجل بيسالك ان الدلتا اي واحد اللي هي الفتره دي علاقتها ايه بالفتره دي؟ علاقتها ايه بالفتره دي؟ هنا واحد، هنا 1.3 من 10، او هنا واحد تقريبا و4 من 10 تقريبا يعني. حلو، فبتلاقي اول واحده كبيره شويه، بعد كده بتبدا تقل شويه. فكده يا اولاد التغير من هنا كان من صفر لواحد، يعني هنا في 1 امبير كاملين. بعد كده هتلاقي هنا في كام؟ تقريبا 4 او 5 من 10، فتلاقي الرقم ده قليل شويه، بعد كده الرقم ده اقل شويتين، فكده يبقى دلتا اي 1 اكبر من دلتا اي 2 اكبر من دلتا اي 3. الشكل المجاور يمثل دايره ار ال سي في حاله رنين. ما هو احنا عرفنا ان في حاله رنين الفي ال بتساوي الفي سي اهو، يعني الاكس ال بتساوي الاكس سي. بيقول لك فان في ار، طبعا الفي توتال في الوقت ده بتساوي الفي ار
والفي توتال ب 250، اذا الفي ار بتساوي كام؟ برضه نفس ال 250. السؤال اللي بعده والاخير، اي الاشكال التاليه يمثل دايره ار ال سي في حاله رنين؟ لازم الاكس ال تساوي الاكس سي، لازم الفي ال تساوي الفي سي، ولازم الفي ال تكون فوق والفي سي تكون تحت، والاثنين قد بعض بالظبط. كده الفي سي مش قد الفي سي، الفي ال مش قد الفي سي، يبقى دي غلط. الفي ال بتساوي الفي سي، يبقى دي ممكن تكون صح. دي غلط، دي غلط، وفعلا فرق وجودي بيسبق هنا، يبقى دي الاجابه رقم 3 هي الاجابه الصحيحه. لحد هنا يا جماعه كده احنا خلصنا الفيديو بتاع الفصل الثالث والرابع. اتمنى من ربنا ان ربنا يوفقكم جميعا، وان شاء الله لنا لقاء بكره ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.